بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اهلا بيكم يا حلوين، ايه الاخبار؟ كله تمام يا حبيبتي، الحمد لله بخير. كل سنة وانت طيبة. كده ايه بقى حبيبتي؟ أنا بخير الحمد لله. وكان أسبوع بالنسبة لي لطيف ظريف خفيف، ما حلو. فيهوش أي منغصات الحمد لله. أي نعم إحنا طبقنا على مراوح أختي بس يعني أنا كنت تمام. الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله الدنيا هنا زي الفل. هو كويس. تعبت واحدة الطوارئ بس يعني الحمد لله حاجة خفيفة والدنيا تمام. هما طبقوا على نفسي بس أنا عندي العيال يجوا أهلا وسهلا، أهاليهم ممكن بالسلامة ما يجوش. انا برضو عندي كده. انا برضو بس عندي نفس الفكرة، لا يعني هاتوا العيال وامشوا انتوا، مش مشكلة. بس انا عندي نفس يعني غلابة ومساكين. كل سنة وانتم طيبين يا رب. انت طيبة يا حبيبي. ايه تاني؟ طيب مين عمل الواجب؟ أنا عملت الواجب. مين انا؟ ولاء، يلا ولا قولي يا ولاء. قولي عملت ايه ايه؟ ده بدايتها كده؟ أنا ليه كده؟ لا قولي لي، مش شرط تكوني عملتي الواجب، يعني مش شرط تقولي لي ايه الواجب، قولي لي لما عملتي اه حسيتي بايه، ايه اللي لفت انتباهك، ايه الحاجات دي كلها. والله بصي يا اسماء، الأسبوع اللي فات كان أسبوع بصراحة مضغوط بالنسبة لي جدا جدا. اوكي. ما كانش ألطف حاجة. تمام. الواحد لما بيفرغ وبيكتب الحاجة بتبقى واضحة قدامه، وبتبقي سعيدة باللي انت عملتيه، وبتبقي في نفس الوقت برضو شايفة الدنيا قدامك كأنها يعني مراية. انت بتشوفي كل حاجة، الأسبوع مر ازاي، وايه اللي انت وقعتي فيه، وازاي قمتي ازاي، والكلام ده. فبتبقي برضو في الآخر يعني الحمد لله بحس بسعادة لما باجي أكتب. بس فكتبت كام خطوة كده من الواجب اللي انت قلتي عليه، الحمد لله وتمام. لا احسن، يعني الواحد بيبقى احسن ما بيكتب ويبقى شايف الدنيا قدامه ماشيه ازاي، ويعني واضحه قدامه، مش حاجه بتعدي وخلاص وانت مش بتاخدي بالك، وتيجي برضو تقعي فيها تاني. لا فعلا بتخليكي واخده بالك قوي من اللي بيحصل، مدركه إيه اللي حصل ومريتي بيه ازاي. حلو قوي. وخاصة وخاصة بعد الجلسة اللي أنا عملتها معاكي بتاعت لغات الجسد دي تحفة بجد، بشكرك عليها جدا والله. كانت يعني منبه اختبار ليا اللغه جامد الداخليه. قوي. اختبار اللغه لا الداخليه. يعني اختبار اللغة الداخلية ده حلو قوي بجد، تحفة والله، ربنا يكرمك. يعني اكتشفتي لي كده حاجة أنا ما كنتش واخدة بالي منها ومش عايزة اخد بالي منها، بس لا تمام جدا، خلتيني واضحة مع نفسي اكتر يعني. الحمد لله. يعني ده بتبقى نعمه من عند ربنا، ان انت اللي تشوفي وانت اللي تحبي الشوفان. انا بس بساعدك انك تشوفي، لكن فكره ما هو ان انت انت رزق مش ليا طبعا، لا ما هو انت ليكي الفضل برضو، يعني انت كنت سبب ان انا انا ربنا يكرمك والله بجد يا رب، وينور بصيرتك يا حبيبتي كمان وكمان. يا رب، اللهم امين يا رب، اللهم امين. احنا امبارح شكرا لك يا ولاء جدا، فكرتيني بحاجه. الفتره اللي فاتت، طبعا هو شرط اساسي لحضور التدريب ده ان اللي بيحضر يكون عامل اختبار اللغه الداخليه للأنثى. فامبارح كان معايا احد البنوتات الجميله اللي بتعمل الاختبار. وطبعا زي حالاتكم كلكم بيبقى هين عليا اضرب، يعني انا بيبقى هين عليا اضرب اللي بتعمل الاختبار، لاني ببقى شايفه يا بنتي انت ازاي حلوه كده، طب انت ازاي مش شايفه نفسك لا ما قد تقلقيش، ايه انت بنحس بيكي حلوه. وانت عاوزه تضربينا، بيبان جدا يا اسماء، ما شاء الله عليكي، واضح جدا. الحمد لله ان الاختبار اونلاين عشان ما اطورش. لا والله الحمد لله. ببقى مش قادره يا بنتي، انت يا بنتي ده انت
فظيعه، ده انت جميله، ازاي مش واخده بالك من هذا الجمال؟ ببقى كده. فمن ضمن الحاجات اللي اتكلمنا فيها باعتبار اللي انت قلتيه، ان احنا الجزء الاكبر من حل المشكله هو الوعي بيها مش حلها. يعني حل المشكله ده الجزء البسيط في الرحله. يعني ان انا اعرف المشكله ده جزء، اني اوعى بيها ده جزء، اني اوعى بانها محتاجه تتحل ده جزء، او يبقى عندي الاستعداد او ابقى عايز ان هي تتحل ده جزء. ان انا احلها بقى ده الجزء الابسط، يعني ده 25%. وده حتى في الجلسات العلاجيه وحتى في شغلنا. يعني احنا دايما اتفقنا في اول يوم اني انا هبقى بتعامل معاكم لاير، هتعامل معاكم كده طبقات، هنزل طبقه 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 بالراحه بالراحه بالراحه. طول ما احنا في مرحله الوعي او في المرحله الاولانيه هتلاقوني بمشي تاتا تاتا خط العتب براحتنا خالص. هنغوص بقى، دي بقى اللي هي مرحله الحل، دي اللي ممكن نبقى نسرع فيها، ما عنديش فيها مشكله. لكن مرحله الوعي او مرحله الادراك دي واحده واحده خالص، لان احنا بننزل بشاليمو، بننزل طبقات، وهو ده المهم الحقيقه. زي ما انتوا بتقولوا كده، ايه ده انا خدت بالي من كذا، ايه ده انا عرفت كذا، ايه ده انا ما كنتش اعرف كذا. دي المرحله الاولى والمرحله الاهم. المرحله بقى بتاعت نعمل ايه، عشان كده يعني ربنا يصبرني عليكم، اللي هي مرحله نعمل ايه بقى. نعمل ايه بقى، دي المرحله الاسهل. نعمل ايه بقى، يعني ده اسهل ما عليا اديكوا تمرينات وواجبات واقول لكم يلا امشوا من هنا مش عايزه اشوف وشكم تاني. ده مرحله في منتهى السهوله في الحياه. كده المرحله الاصعب والمرحله الاهم هي مرحله ان انا ابقى واعي. يعني انا حصل، يعني انا بالنسبه لي مثلا في الاسبوع اللي فات ادركت مثلا ادراك عظيم كده ما كنتش واخده بالي منه، ان انا بشغل دماغي شويه بان انا عملت تصرف فالاخرين ممكن يفهموه غلط، او ممكن يفهموه زي ما انا ما كنتش عايزه افهم. فحسيت ان الموضوع واخد مني وقت، مع ان دي مش اخلاقي. يعني انا اصلا في العادي بتصرف بمنتهى العفويه اللي في الحياه، ومش بشغل دماغي قوي بالموضوع ده. ف مع سيكه قاعده مع نفسي كده حبه، لقيت ان الموضوع ملمس في اني انا ما بحبش او ما بقتش حابه، او مع الناس دي انا مش عايزه ابقى اغلط، انا مش عايزه اغلط، مش عايزه ابقى مقصره، مش عايزه ابقى غلطانه، مش عايزه ابقى، فاهمين؟ يعني مع مجموعه اشخاص، لا انا مش عايزه ابقى باينه معاهم ان انا مقصره، او باينه معاهم ان انا غلطانه. فبقيت هاممني قوي ان انا احسن صورتي بشكل كبير. بعد شويه بقى من برضه القعاد مع نفسي ادركت ان الموضوع ممكن يخلص برساله. يعني رساله واتساب مع لو انا شايفه ان اللي قدامي فاهم غلط او فاهم غلط، ما بروحش اقول له على فكره انا حسيت انك فهمت غلط، لان ده كده انا بنبهه لحاجه هي ما كانتش موجوده. لا خالص، بقوم مثلا ربنا يكرمك والله ده كذا كذا كذا، وقمت ايه قايله اللي انا عايزه اقوله وموضحه الصوره اللي انا عايزه اوضحها، وبارك الله في مرضك. بس ده نبهني ان انا في حته مش عايزه يعني في حته او في حته مع ناس معينه عايزه افضل طول الوقت ايديال. مش اسمها ايديال يا ولاد؟ اللي هي المثالي اسمها ايديال. بقالي كتير ما اتكلمتش انجليزي. مش ايديال باين؟ والله باين كلكم ما فيش حد فيكم بيتكلم انجليزي. ف بيرفكت اعتقد.
مش هنختارها يا تمانية. انت الوحيدة اللي بتجبري بخاطري وبتفتحي المكالمة. انا عايزه اكتم الصوت. ف... فدي حاجات بنعرفها في الطريق. طب مين تاني ظهر له حاجة أو اكتشف حاجة في ظل المعتقدات؟ أنا اكتشفت حاجات، أنا ممكن أخلي المحاضرة كلها عني. أنا اكتشفت حاجات كتير. مين؟ بعيد عنك يا اسماء، معتقدات سودة يا حبيبتي. مين بيتكلم؟ سودة خالص. منى؟ أنا منى. منى، رندا، ما انتوا كلكم فتحتوا المايكات ومش عارفة مين اللي بيتكلم. طب طب ارفعوا ماشي يا ايديكم، رندا، ولا هنا اتكلمي مفيش انت بعد رفع ايد كده. ولا ايه؟ اتكلمي اتكلمي يا رندا رندا الأول بيقول. وبعد كده أنا. تمام، قولي يا رندا. تمام. أنا بس حابة أشاركك حاجة في الواجب اللي هو التاني اللي كنا بنستخرج الآيات اللي هي الله يحب ولا يحب. حسيت إن عيني بتقع على الحاجات اللي ملمسة فيا، يعني إن الله لا يحب الظالمين، لا يحب الله الجهر بالسوء. بحس الحاجات اللي هي اللي أنا عايزة أطلعها من جوايا أو اللي أنا عديت بيها. فدي مش عارفة هل يعني ليها دعوة بالمعتقد ولا دي كده صدفة، مش عارفة. مش فاهمة، أحب أفهم عشان أعرف أجاوب. طيب بص، يعني أنا دلوقتي وأنا بشوف الآيات اللي هي إن الله يحب حاجة، الحاجة دي كنت دايما بدور على الحاجة اللي أنا بتمنى أو يعني أأمل إن هي تكون فيا. والحاجة اللي كنت بدور برضو على الحاجة اللي أنا اتوجعت فيها، اتظلمت او فساد وانا معرفتش اغيره، او حد بيعمل حاجه غلط وبيجهر بيها وانا ما عرفتش اعمل حاجه في الموقف ده. فكنت بحس ان انا بدور على الحاجه اللي سمعت عندي او المواقف اللي انا مريت بيها ربنا بيحبها او مش بيحبها. وصلت ولا؟ هي وصلت، بس خليني اقول لك انا فهمت صح ولا لا. يعني مثلا انت تعرضتي للظلم، فلما بتقري آية إن الله لا يحب الظالمين، أنت بتحسي إن أنت أيوه أنا عايزة ده، أنا عايزة إن ربنا ما يكونش بيحب الناس دي، لأن ده هي يعني ده جزء من ردي الحق، صح كده؟ بالظبط، والله يحب الصابرين. بحاول ان انا يا ربي انا منهم ان شاء الله ابقى منهم، فاللي هو بجري على الايه دي. فتمام، انت فهمتيني صح. هل ده ليه علاقه فعلا بموضوع المعتقدات؟ لا، هو ده ليه علاقة بالواجب. هو انت رايحة تدوري على ولله المثل الأعلى، انت بتدوري عليكي، على ربنا. ولله المثل الأعلى دي هنبقى نستفيض فيها بعدين، بس في كل حد فينا ولله المثل الأعلى عنده ربنا بتاعه. يعني ربنا، انت هتلاقي نفسك مثلا، يعني على حسب التجربة، يعني انت هتلاقي نفسك مثلا بتتعاملي مع ربنا الرحيم، ربنا الصبور، ربنا الوهاب، هتلاقي نفسك بتتعاملي مع ربنا بالجزء اللي مشيتي بيه في رحلتك. فاهمة؟ فطبيعي جدا انا حد اتأذيت، فطبيعي هبقى عايزة اشوف ده. انا حد صابر وربنا يديمه عليكي وعلينا، هبقى حاسس ان انا، يعني هقول لك حاجة من قريب، يعني جات لي شوية معتقدات، يعني جات لي شوية أفكار كده وسواسية يعني. فاحنا كنا بنتدبر في مجلس التدبر في سورة السورة مقلوبة يا 8. فاحنا كنا بنتدبر في مجلس التدبر سورة آل عمران. وسورة آل عمران معظم الكلام فيها وإن تصبروا وتتقوا. فلقيت إن ده الرد اللي أنا برده عن نفسي. لا، ما تعمليش كده، وإن تصبروا وتتقوا، وإن تصبروا وتتقوا، وإن تصبروا وتتقوا. فبقيت في رد عليا على الصوت اللي جوايا. ده طبيعي، يعني ده تمام، لان هو القران يعني احنا حتى في التدبر اول قاعده من قواعد التدبر
اني ابقى بقرا القران وكأن الكلام ربنا بيوجه لي انا الكلام، مش بيوجهه للكوكب، بيوجهه لي انا. فاهمه؟ فلما حتى لما اقرا ان الذين كفروا ما بعملش سكيب، انا بشوف هل انا بعمل افعال الذين كفروا ولا لا. تمام. لما الاقي الشرك ما اقول انا مش مشركه، لا، ما اشوف يمكن انا بعمل افعال من اللي اشركوا. فهو الكلام في كل ايه في القران ليكي، فانت بتقري كل ايه على اساس ان الكلام ليكي. فطبيعي جدا ان انا لما تيجي الايه فيها حاجه في الصبر ابقى مبسوطه، لما تيجي حاجه فيها ظلم استعيذ ان انا اكون ظالمه وابقى مبسوطه ان يعني في آية من الآيات في سورة آل عمران لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فأنا بقول للشيخ بتاعي أيوة ماشي خلاص، عرفنا إن هم يوم القيامة هيولعوا بجاز، أنا عايزاهم يولعوا دلوقتي. أنا عايزة أشوفهم والعين دلوقتي. فكان من ضمن الرد العظيم بتاعه كان يعني رد مبهر بصراحة. قال لي طالما ربنا قال كذا فانا واثق ربنا، خلاص هو قال لي هيحصل ده وقت ده، الموضوع منتهي بالنسبه لي. لو انا مت وانا ما شفتهمش بيعملوا كذا ده ولا يفرق معايا، عشت وانا وبيعمل كذا ولا يفرق معايا. الذين يؤمنون بالغيب، انا مؤمن ان ربنا قال ده هيحصل يبقى ده هيحصل، الموضوع منتهي. حصل بقى في حياتي، حصل بعد ما مت. في انبياء يعني في ايه في سوره النساء رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. رسلا لم نقصصهم عليك، في رسل احنا ما نعرفش عنهم حاجه، في رسل احنا ما نعرفش عنهم حاجه، رسل. وفي الرسول ياتي يوم القيامه وليس معه احد، هو جاي يوم القيامه ما معهوش بني ادمين، ما معهوش حد امن بيه سواء برسالته. ففاهمه؟ احنا بنبقى عايزين حاجه تحصل قدامنا ونشوفها وكده بس. يعني الذين يؤمنون بالغيب، خلاص انا عارف ان ربنا ما بيحبش الناس دي، ده ايمان امنا وصدقنا ان الله لا يحب الظالمين، ربنا يكفينا شر الظلم والحمد لله ان ربنا ما بيحبش الظالمين. واصله؟ وصلت جدا. تمام. الحمد لله. بستفيد في الرد بطريقه عجيبه انا عارفه. معلش يا بنت، معلش ان شاء الله هبطل هذه العاده اللي لا ما تبطليش تعملي كده، لا. بس عايزه اطلب منكم طلب، معلش. كويس ان ده جه. شكرا يا رندوده، شكرا حبيبي. عايز تسالي في حاجه تاني؟ تسلمي يا اسماء، شكرا. بالمناسبه رندا اللي عامله لكم النهارده الباوربوينت والوان يا خالد احمر واشراق اشراق بالاشراق في الباوربوينت. اللهم صل وسلم وبارك على. لما حد يكون بيتكلم الباقيين بيتفاعلوا يا جماعه، الباقيين بيكتبوا على الجروب تمام، انا معاكي، لا ده مش صح، طب ليه انت عملتي كذا، طب الباقيين بيعملوا سكه السمعان اللي انتوا عايشين فيه ده مش مناسب بصراحه، لا مناسب ليا ولا مناسب للي بيتكلم. تسلمي يا منمون. وانا قاعده فاتحه الجروب كده اصلا قاعده بتكلم، فردوا على بعض يعني، اتكلموا عشان ما يبقاش اللي بيتكلم حد مسك البايك والباقيين نايمين. مش الكلام ده، احنا المفروض ان احنا مجموعه. تمام؟ احنا مركزين بس مش نايمين والله. لا، ما انا عايز، انا بقى ما بعرفش اركز غير والناس بتتكلم. انا بقى خلقه ربنا وما بعرفش اتكلم في المطلق. انا لازم انا بحب الكرسي بتاعي يبقى مناقشه. انا يعني انت بتحبي خناقه، في خناقه موجوده في الموضوع وكله يتكلم. ايه؟ بقول لك انت بتحبي كده يبقى في خناقه في الموضوع وكله يتكلم، كل واحد يقول وجهه نظره. انا كده تطلعوا احسن ما عندي، تسالوني وارد واعمل وما اعرفش واروح اذاكر وارجع لكم والمره الجايه مش عارفه ايه. ده انا كده مستمتعه. لكن سكه هقول الكلمتين اللي عندي. انا دلوقتي حبيبتي انا فهمت كلامك تمام، بس انا مش عارفه انت كده قلت لها ان انت اللي هي عملته ده غلط ولا صح؟ مش هو ده كده صح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله، محمد لا رسول اله الا الله. الله. بعد كل ده لو عملته ده غلط ولا صح؟ طب ردي يا رندا لا انت يا حبيبتي، تكوني انت كمان مش فاهمه انا قلت ايه. لا، بصي يعني انا فهمت ان انت بتقولي اوكي القرآن بيخاطبنا، كل القرآن بيخاطبنا مش بيخاطب ناس معينة، لا كل واحد يقول لنفسه القرآن بيخاطبه هو. تمام. امم فاحنا لما امم بنشوف آية جاية مع الموقف اللي حصل، هي ركزت فيها بس هي، ولا هي ايه يعني؟ معلش يعني، مش هي كده ردي يا صح رندا، يعني؟ مش هي قالت كده؟ ردي يا رندا، ردي يا رندا، بدل ما اسيب قولي يا لك رندا بسرعة، قولي يا ما رندا هتضرب، كملتش. قولي يا رندا. انا كنت بتكلم على ان الايات اللي عيني كانت بتقع عليها هي اللي كانت سمعت معايا او مواقف انا عديت بيها، فعيني جابت الايه دي كأن ربنا بيكلمني انا، زي ما اسماء كده شرحت لي قالت لي ايوه، لان القران بيكلم كل واحد بشكل شخصي. هو مش تمام. يعني مش احنا بناخد الايات حتى بتاعت الايات الكافرين او كده، احنا برضه بناخدها ونبص على نفسنا، هل احنا فينا ده ولا مش فينا. يعني هي الفكره مش صح وغلط، هي الفكره ان هي انت يعني زي يعني مش عارفه او ان كل واحد ليه علاقه او ليه ربنا بتاعه يعني ان هو بيتعامل معاه بحياته هو، بتفاصيله، بكل الحاله اللي هو عايش فيها. فانا بالنسبه تمام. لي انا فهمت الاسماء دي جدا، لان كنت حاسه ان انا لا في حاجه، يعني انا مش عارفه دي حاجه صح ولا غلط، بس هي ما طلعتش صح ولا غلط، هي فعلا طلعت ان احنا الكلام متوجه لينا بشكل شخصي. الآية اللي ممكن تيجي تسمع معايا أنا ممكن معاكي أنت المعنى بتاعها ما يعني مش فارق معاكي، لأن مثلا ما عديتيش بموقف فيه الجزئية دي. فهماكي ايوه فهمت. ولا بعمل إيه؟ لا صح بقى فهمت ولا فهمت. غلط؟ عشان بس جميل احنا جدا، صح لازم جدا، عندنا صح امتحان جدا جدا جدا. الحمد لله. من الحاجات اللي حصلت الاسبوع اللي فات وكانت بالنسبه لي لطيفه جدا، حاجتين بصراحه، ثلاثه. اول حاجه يعني انا كنت قاعده في الشغل في العيد وفي الصيدليه، يعني نزلت الصيدليه وفي العيد لاسباب غير معلومه كل السوبر ماركت قافله، كل يعني الدنيا انت قافله. قاعده في الشغل، معلش ثانيه واحده بس عشان بس اجمع يا اسماء، يعني انت كنت قاعده في العيد في الصيدليه ولا كنت قاعده في البيت؟ لا الصيدليه. تمام، كملي حبيبتي. ف... ف... فكنت قاعده من غير اكل، من غير شرب، من غير بتاع، فقاعده بقى عماله دماغي بتودي عايزه، جعانه، اتصل بدليفري قافلين، اتصل بمش عارفه ايه يا جماعه وانا قاعده في صحراء، ما في ايه يعني عايزه مش كده يعني. ويشاء العلي القدير ان انا الاقي زبون من زباين الصيدليه داخل ومعاه ورقه سلوفان وبيقول لي اتفضلي. بقول له ايه ده؟ قال لي عمال ايديا وحياه عينيا الف هنا، ايه ده؟ قال لي اكل، شمي اكل، افتحي وكلي. قلت سبحان الله ده انا الله. جعانه، سبحان الله سبحان جعانه. الله. وبعدين فتحت لقيته منبار. الله. ف وسبحان الله هو كان جايبه، هو ما يعرفش ان انا موجوده، هو كان جايبه لزميلي في الشغل. ف... ف... فطبعا ما قلت له يا باشا جعان، قال لي لا واكل حبيبي، قمت واكله انا النص ومدياله النص يعني انا برضه ايه ما بقيت، بس حسيت ان انا يعني قلت سبحان الله يا رب العالمين، تدابير ربنا ماشيه بشكل، انا اعرف منين ان في واحد قاعد في بيتهم بيعمل لي اكل عشان يجي يديني رزق. وسبحان الله رب العالمين وانا باكل بقول الواحد عايز معاها بيبسي بس ما يكونش مقاطعة عشان يهضم المباراة. فلقيت زميلي مطلع لي من الباترينا ازازة بيبسي، يقول لي صحيح خدي عشان كنت جايبها لك وناسي. قلت له ايه يا جماعة بقى؟ لا 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 ايه ده بقى؟ سبحان الله رغم انه بسيط جدا بس والله العظيم فرق معايا جدا. يعني كل واحدة فيكم دلوقتي مش متزوجة مثلا، مش عرفك ان ربنا سبحانه وتعالى بيدبر لك عريسك، ان في عريس في مكان ما، زوجك موجود في مكان ما بيدور عليكي، وربنا بيدبر لك الاسباب والدنيا وانت قاعده عماله تدبدبي في الارض وتقولي انا ما بتجوزش ليه؟ انا كنت اعرف ده منين؟ كنت اعرف منين ان في اكل؟ ما هو ده رزق.
ده باي ذا واي رزق يا جماعه، يعني الاكل رزق، الزواج رزق، الفلوس رزق. فانا لقيت اكل وشرب وافتكرت والله الايه اللي جت ساعتها في دماغي هنالك دعا زكريا رب، لاني افتكرت ان السيده مريم برضو كل ما يدخل عليها يلاقي عندها رزق، فلقيت الرزق جالي برضو، هو من عندي ليه؟ ما هو فعلا من عندي ليه، انا ما بذلتلوش مجهود، ما ساعدتلوش يعني، ما دورتش عليه. سبحان الله رب العالمين، لقيت الموقف ده رغم بساطته لانه فعلا اثر فيا جدا. يعني سبحان الله رب العالمين، ايش عرفك ان الزنقه اللي انت فيها دلوقتي ربنا ما بيدبر لهاش حل في ناحيه ثانيه، على الرغم من اني خدت بالاسباب باي ذا واي، يعني انا خدت بالاسباب واتصلت وعملت وسويت، بس الاسباب ما نفعتش. في اسباب تانية احلى، انا كنت هطلب كشري، في اسباب تانية احلى جت كنت في دماغي ان انا اطلب كشري، في حاجات تانية احلى جت. فسبحان الله رب العالمين، مش عايزه اطول، بس فعلا الموقف ده اثر فيا جدا على الرغم من بساطته. الموقف الثاني سبحان الله رب العالمين، لان الرزق فلوس، الرزق مش بس فلوس، البنوته اللي بتعمل لي، انا بقول لي يمكن حكمه ربنا ما تبهدلش في الجواز. ده معتقد انا ما بتجوزش ليه عشان ربنا مش عايزنا نتبهدل في الجواز. يا سلام، ده استهبال، مش علاقه بحكمه ربنا خالص. انا من ضمن الايات اللي طلعتها فهمتها ان الله مع المتقين، ان الله غفور رحيم، مع اني كنت بدور على ان الله يحب ولا يحب، فعلا الواحد بيشوف الايات اللي بيحس بيها بالظبط. تدبر باي ذا واي يا ولاد. الحاجه الثانيه، البنت اللي بتعمل ماتيريال مش موجوده. فانا بقالي المرتين اللي فاتوا اشتغلنا من غير باوربوينت، فانا يعني حابه انزهكم بقى واعمل لكم باوربوينت وبتاع واروق عليكم كده. في ثانيه اتصلت بالاخت رندا، يا ست رندا عايزين باوربوينت وماتيريال وبتاع، ابعتي في ثانيه هوبا اتعمل الحاجه. ده رزق، الحمد لله رب العالمين، ده رزق ان يبقى في حد، الحمد لله رب العالمين. باي ذا واي على فكره، انا ممكن اطلب، يعني انا واخده بالاسباب، وفي بنوته ثانيه المفروض ان هي مسؤوله عن الموضوع ده، انا واخده بالاسباب، بس الموضوع ده لمس معايا قوي في ان احيانا كتير قوي انت ممكن تبقى انت بتاخد بالاسباب عشان تاخد بالاسباب، عشان ربنا قايل لك خد بالاسباب، انت بتاخد بالاسباب عشان هي طاعه لله انك تاخد بالاسباب، بس ربنا سبحانه وتعالى بيرزق بالاسباب وبيرزق بغير الاسباب وبيرزق بلا اسباب اصلا. يعني انت ممكن تمشي في الطريق واخده بالاسباب فربنا يديكي بالاسباب، وممكن تبقي بتاخدي بالاسباب بس ربنا يديكي باسباب تانية خالص، زي الاكل، موضوع الاكل، لا قصدي موضوع رنا، يعني بغير الاسباب، سبب تاني اهو، حد تاني عمل لي الماتيريال، وفي غير سبب زي موضوع الاكل، انا قاعده في امان الله لا بيا ولا عليا، كائن فقير مش لاقي حد ياكله، ربنا سبحانه وتعالى بعت لي واحد مخصوص طابخ قاعد يطبخ ويعمل ويحشي ويظبط ويحمر ويقلي عشان انا كبرنسيسه اكل. ربنا بيرزق كده. فلو اتعاملت، يعني الموضوع ده والله انا مش بطول، بس هو الموضوع فعلا مأثر فيا، يعني الموضوع فعلا مأثر فيا جامد. حاسه ان سبحان الله رب العالمين، عارفه اللي هو بتجيلك مواقف كده تطمنك، تطبطب عليكي، تقول لك يعني لمي الدور، عارفين المواقف دي بتبقى جميله قوي. الفكره بقى ان انا زي الاخت منى كده جالي موقف، يعني حصل، عملت بقى في نفسي عامله جميله قوي، ان انا بقى لما لقيت ربنا كرمني كده فقلت بقى ايه، طب انا كمان بقى ايه يعني ايه بقى انفق بقى واودي كده، فقمت ملبسه نفسي في حاجه. باي ذا واي، انا يعني صدقوا او لا تصدقوا يا جماعه، انا ما بعملش اعلانات لشغل، انتوا عارفين انا ما بعملش اعلانات لشغل، بس الحمد لله رب العالمين فلوس الاعلان بتطلع صدقه، فدي شغل ده الاعلانات بتاعتي، يعني انا اطلع الصدقه ربنا يبعت لي بني ادم، طلع خيرها ربنا يشتغل، فهي بدل ما اروح اوديها للفيسبوك هو ربنا بيبعتها لي في صور نفس. تمام.
لا يعني بس وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، دي أنا يا جماعة، ده مش بالضرورة يبقى على الكل، ده أنا، ده أسماء. أنا بقول له أنا عمري ما طلعت قلت الكلام ده على الفيس، ولا عمري ما طلعت قلته على العلن، أنا بقوله لكم أنتوا كناس، فده أنا. تمام. أحيانا بقى الحركة دي ساعات الواحد برضه بيتعلق بالأسباب، اللي هو إيه، ما أنا بقى أنفق أكتر عشان بقى يحصل أكتر، ما انا بقى اعمل، لا ما ده كده ايه، هتخيبي بقى كده، انت هتبتدي تخيبي بقى، انت كده ابتديتي برضه تتعلقي، انت فاكره ان الموضوع له علاقه بالسبب، انت برضه ستيل مركزه في السبب، لا انت المفروض تركزي في المسبب، في ان ربنا هو اللي بيعمل. يعني وارد جدا اطلع صدقه ومحدش يعبرني، وارد، احمد ربنا وخلاص يعني. وارد، لازم ابقى عارفه ده، يعني لازم ابقى عارفه ده، عارفه ان انا ممكن جدا اطلع صدقه وما يحصلش اللي انا عايزاه، وارد. بس حسيت ان ربنا حاسس بيك وسمعك، دي بتبقى قويه جدا فعلا فعلا يعني. وارد. فالفكره ان انا ما بتعلقش بالسبب، انا بعمل السبب، مفيش دعوه بقى، لا زي ما مرام كانت بتقول لي مناخيرنا تبقى محطوطه في الموضوع، بعمل السبب، ربنا بقى يعمل لنا الحاجه، ما يعملهاش يعمل حاجه تانية بقى مش بتاعتك. في تدابير، في واحد بيطبخ ممبار، في واحد بيطبخ ممبار في مكان ما واحنا ما كناش نعرف، فليه بقى نبقى قاعدين عمالين نضرب دماغنا في الارض ونقول ليه مفيش دليفري شغال، ليه بتاع الكشري قافل؟ ما هو الحمد لله بتاع الكشري قافل، كان زماني بضرب الكشري الجميل، ولما جه الممبار ما كنتش عارفه. نشكر ربنا على الرزق وخلاص، بس ونسكت نشكر ربنا ونسكت. ها مين عايز يقول ايه تاني قبل ما نبتدي النهارده؟ باي ذا واي، المحاضر الهي المحاضره الهي يسترها وكده، اللي هي بتاعت كورس السايكودراما اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو متدبسه فيه ده، النهارده بعتت مسج قالت على فكره يا جماعه انا عايزه اقول لكم خليكم فري قوي، الحابب يجي مفيش مشاكل، حسب ظروفكم حسب وقتكم، ما تجوش على نفسكم. فانا طبعا زي ما صدقت قلت حلو قوي، الاربع الجاي احنا نشتغل ونسيب الست بقى، مش مشكله، مع اني والله بحب الكورس ده وبحب احضره، بس مش مشكله عشان ما ابوظلكوش جدول. فاحنا نحضر، افوت لها انا الاربع بتاعها الجاي ده ونعمل الكورس بتاعها. وده هيبقى الاربع الجاي ده اللي هي المحاضره رقم 4. فاحنا بقى ايه، هنقعد بقى يعني فاهمين، يعني المحاضره رقم 4 دي بقى اللي هو احنا هنقفل بقى بيها شهر 6، واول محاضره لينا هتبقى الاربع اللي في شهر 7، اكون انا خلصت الكورس وانتوا تكونوا خدتوا مني اجازه. فاهمين حاجه؟ عندنا محاضره مش اسف، فناخد عشان معانا الاخت ولاء، استاذه ولاء ان شاء الله الاربع الجاي عندنا محاضره في نفس ذات الموعد 6 مساء، وان شاء الله المحاضره اللي بعدها اول اربعاء في شهر 7 ان شاء الله. الفتره اللي ما بينهم دي هنقعد نعمل فيها الواجب بتاعنا. امين؟ ان شاء الله ان شاء الله. بحبك انا وانت جميل كده. طب يلا مين شطور عشان نراجع على المحاضرتين اللي فاتوا، عشان الناس اللي ما حضرتش المحاضرتين اللي فاتوا يقول لي يعني ايه معتقد، مش لازم بالكلام، يعني ايه معتقد. افتحوا المايكات، مش لازم تكتبوا. فكرة جوه دماغنا ومعتقدين فيها، يعني بنفكر فيها وهي دي اللي ماشيانا، مصدقينها، فكرة جوه دماغنا مصدقينها وبنتعامل بيها على هذا الأساس. حلو. طيب وبرضه المعتقدات دي بتكون من الطفولة اللي سمعناها مثلا من كبار أو حاجات قالتها ازاي أو حقيقية بتتكون أو كده. المعتقد؟ برافو. ازاي احنا دلوقتي في ازاي بنتكون المعتقد، قول يا معلم. زي كده وجود ربنا سبحانه وتعالى من الطفولة ان احنا بنعرفه من الحاجات اللي اتقالت لنا عن ربنا سبحانه وتعالى مثلا، او عننا، او كالحاجات اللطيفة دي. أو كلمتينا انت في المحاضرة اللي فاتت عن المعتقدات الخفية اللي فعلا بتبقى جوه البني آدم، ولما المواقف بتظهر ممكن بقى ايه بتطلع زي حكم كده على الزوج على مراته. ان احنا عندنا الزوج لو ما طلقش مراته عشان مش بتخلف، يا ده هيرو، ده مش ممكن، يعني هو ده المفروض يبقى الطبيعي. فظيع. شفت حبيبتي انا بذاكرك ازاي؟ جميل جميل، انا مبسوط. حبيبتي ربنا يستر.
مين تاني؟ لا، في معتقدات بقى كتير بقى، انت لو عاوزه انواع يعني. دي هو ده مثلا المعتقد. الطفوله، الحاجات اللي احنا طلعنا عليها. ايه تاني؟ التكرار. تكرار التكرار ايه معلش؟ بيعلم تكرار. الشطار. اه. ان انا كل ما من كتر ما الحاجه اتقالت علينا بقيت بتكلم معاها على انها مسلمه. اللي هو ايوه، انا متجوزه وكنت بقول ان كل الرجاله خاينه. ايوه ده كان بالظبط. معتقد ما شاء الله معروف. من وانا صغيره لغايه لحد ما عرفت ان المعتقد ده من كتر ما انت ممكن مؤمنه بيه هيحصل في حياتك. انت مؤمنه بشيء هيحصل، عشان انت اللي حاطه المعتقد ده جواكي. ولو ما بيحصلش ده انت ممكن تعملي حاجات تخلي اللي قدامك يعمله عشان تأكدي في دماغك المعتقد. يعني انت لو ايوه، حاطه في دماغها ان جوزها خاين، كل ما يمسك الموبايل انت بتتكلم مين؟ بالظبط، بتخوني. ايوه بالظبط. لغايه ما هو بقى طالما انا كده كده خاين وطالما انا ما بخونش فنخون بقى يعني. ايوه على بالظبط. الاقل يبقى يعني نبقى بنتهزق بحاجه عملناها، مش بنتهزق رايح جاي يعني برضه زي لينا. انا برضو طول حياتي برضو وانا صغيره معتقده ان ماما بتفضل اخويا عني، لحد انا ما عرفت ان انا لما كبرت كده وبقيت مدركه للشيء. لا، انا تصرفاتي اللي كانت وانا صغيره كنت ببعد يعني امي عني بتصرفاتي، مش عشان ذكر وانثى. فالواحد فعلا والله الواحد لما بيدرك بجد بيشوف كل اللي حواليه بمنظور اخر، بمنظور تاني خالص. الحمد لله، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس. الحمد لله طبعا، الحمد لله. الصدمات اللي بنتعرض لها بتعمل لنا معتقدات. حد كان مآمن في حد وخان الأمانة، يبقى ما فيش حد ثقة. واحدة ممكن كانت، سؤال يا اسماء؟ اصبري لما اخلص الجملة. حاضر حاضر. واحدة كانت شايفة نفسها برنسيسة وقمر وعسولة، تلبس واحد نرجسي يرفضها ويكرهها في جمالها ويكفرها في أنوثتها لغاية ما تصدق إن هي مش حلوة أو إن هي مش شافة. واحدة تعيش في أسرة شايفين إن البنت هتجيب لنا العار يا ولادي، هتجيب لنا العار يا ولادي كده. فهتبقى طالعة شايفة إن كل تصرفاتها تصرفات عار وكل كلامها كلام عار. يعني أنا النهاردة كنت في الصيدلية وأنا من الحاجات اللي برضه اللي بكتشفها فيا إن أنا الحاجات دي ستيل يعني تخليني اشمئز. يعني واحده جايه النهارده في الصيدليه مثلا تقول لي لو هي ست كبيره قوي وواضح ان هي فلاحه، فجايه تقول لي انا عايزه مش عارفه ايه عشان النهارده الدخله عشان ناخد ايه بتاع ايه. لا ما فيش يا حاج، ما هم قالوا ان هو في الصيدليه. لا والله ما بيبيعوش في الصيدليه، ليها ما فيها تلاقيش. حاجة. مين الكلب؟ دي فيها حاجة، مش سامع يا مرام. دي فيها بحاجة يا اسماء، ما هدفيهاش بحاجة. يعني بس عشان انتي لا، مؤدبة. مش عشان انا مؤدبه، عشان دي دماغها هي، عشان ده معتقدها، عشان ده معتقدها هي طالعه بمعتقد بيقول كذا 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 كذا. فمن جزء يا جماعه من كلامنا في المعتقدات ان زي ما انت لازم تكون رحيم في تعاملاتك مع المعتقدات، لازم تكون رحيم في التعامل مع معتقدات الاخرين. من جوايا كان هين عليا احداث مش عايزه اقول لك لا، من جوايا الصراحه كنت عايزه احداث، لكن ما فلو لا ما فيش حاجه والله تعيش. طب أسألك سؤال، انتي الصيدلية دي ام السؤال. يعني انتي جزء من ملاكها ولا انتي بتشتغلي فيها؟ انت مين؟ مرام عايزه ايه؟ انا فكرت ولاء اللي عايزه تسال سؤال برضه تاني. عايزه ايه يا انتي يعني انتي بتشتغلي في الصيدلية دي بتاعت حد ولا انتي جزء من الأونرز يعني؟ بتاعت اخويا، راس المال. بتاعت اخويا. اه لا ماشي كده بديتها عادي. بس ممكن حد تاني في نفس الموقف، ما هو هيتحاسب بقى على ان انت ما بعتش ليه مثلا.
فاهمة لا هي قصدي؟ عشان كده انا سألت السؤال ده. او انا ما كدبتش، هي فعلا الحاجات دي ما عندناش، انا ما بجيبش الحاجات دي عندي في والله الصيدليه. يبارك لكم والله، الحمد لله. لا اكيد بتاعتكم. ايوه ايوه ما هو الحمد لله، ده من فضل الله عليا ان احنا مش مضطرين نعمل حاجه احنا مش عايزين نعملها، الحمد لله رب العالمين، ده من فضل الله عليا. فانا فعلا ما كدبتش، هي فعلا مش عندنا. بس انا اللي اقصده ان الكلمه نفسها بقت بتثير اشمئزازي. عارفه بقت ايه حاجه في ايه، عارفه انت الجو ده. واخر حاجه في بدايه تتكون المعتقدات، المجتمع والتلفزيون والقنوات والدراما. عارفين الألم اللي كل الستات بتاخده في الدراما لأسباب غير مفهومة بالنسبة لي، ده موجود ليه معرفش. أي واحدة تقوم عاملة حاجة غلط راسي، إيه ده؟ إيه ده؟ مين قال إيه ده؟ إيه وطالعين تقولي لي الستات وما ينفعش ونعملها وما نعملهاش والدين بيقول. ده انتوا كل افلامكم الالم موجود، ده ما فيش فيلم يا شيخه بيخلو من الالم، صغير وكبير كده. وبعدين هي دي طريقتنا، يعني احنا في العادي بتاعنا في حياتنا، لما حد بيتكلم معاكي اب وابن على طول بنقوم رازعين بعض بالاقلام كده. هي دي الحياه ايه ده. فده جزء برضه من الهبل اللي احنا بنعيشه في حياتنا يعني. سألي سؤال يا ولاء، السؤال بتاعك قبل ما تسألي يا بابا. لا يا حبيبتي شكرا، انا نسيت. الحمد لله. اكتبيه يا ماما، اكتبيه المهم بعد انت كده. في اول الحلقه قلت لي اتكلمي وبلاش تسكتوا، ودلوقتي لما جيت اتكلم قلت لي لا مش دلوقتي، ما تنطيش. ايوه، هو انت لما ربنا يكرمك وتتكلمي لازم تقطعي الجمله؟ ايوه ما انت دوستي على الزرار خلاص. ما ينفعش حبيبتي تتكلمي لما حبيبتي. لا لا ما تقلقيش يا حبيبتي، لما افتكر هقوله لك يا قلبي. قشطه جدا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. مين عايز يسأل ايه تاني؟ انا بعمل حاجة. مين عايز يسأل ايه تاني؟ أنا ممكن أتكلم؟ مين عايز تتكلم؟ أنا فاطمة. اتفضلي يا بطوط. يا اهلا يا هلا يا هلا. أهلا. أولا حابة أشكرك جدا 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 على المحاضرتين الهدية دول. حبيبتي. كنت عايزة أقول يعني سبحان الله، يعني هو فعلا جاية في وقتها، لأن أنا معتقداتي عن ربنا صعبة جدا. بالذات الفترة دي، لأن بمر بأسوأ فترات حياتي الحمد لله يعني. فشايفة إن ربنا يعني تقريبا هو ساب يعني الناس كلها ومنزل غضبه أو عقابه ليا أنا بس. ايوه يعني بس لازم ربنا فضيلك. فأنا اوريدي عندي معتقد ده اللي هو لو عملت أي غلطة، اللي هو لو دوست على نملة، لا أنا لازم هتضرب النهاردة مثلا من ربنا كده يعني. فطبعا الحمد لله الفترة اللي فاتت دي يعني أنا عملت غلطات بالنسبة لي طبعا هي كبيرة جدا. فعمالة أخد في إقلام يعني تقريبا العيد ده مقضيها في البيت عياط بس. ما ايه؟ عفوا تقريبا العيد يعني مقضيها كله في البيت عياط بسبب الحاجات اللي بتحصل لي من أول يوم في العيد. فاللي هو ما شاء الله العيد كان زي الفل، والفترة اللي قبل العيد الحمد لله على كل حال. بس هو فعلا أنا بحس إن يعني لا يعني هو أنا عشان أنا فعلا معتقدة ده اللي بيحصل معايا، ولا هو فعلا ده غضب من ربنا ليا؟ بس فده سؤال. ده سؤالك. غضب من ربنا ليكي في ايه؟ ايوه، فعشان كده بيحصل معايا الحاجات دي يعني لما بيحصل معاكي الحاجات دي بتعملي ايه؟ ما بعملش حاجه، بستسلم وبهرب. او بشوف يعني ان انا لا استحق ده ويمكن. استني بس يا غاليه، بس عشان نعم؟ انا ما عنديش مشكله في المعتقد. استني بس عشان انا ما عنديش مشكله في المعتقد. دي فرصه كويسه نتعلم ازاي نظبط معتقداتنا او نتعامل مع معتقداتنا. يعني انا لو معتقده ان ربنا غضبان عليا فبيعاقبني، المنطقي
ان لما يحصل لي حاجه استغفر، صح. ما الجا هو له. انا بعمل ده، بس ما هو انا الجا له ازاي؟ وانا مثلا انا ده رايي، او برضو ده معتقد عندي، ان انا الجا له ازاي. انا مثلا بزعل اسماء، اقول لها المثل الاعلى، بزعل اسماء، فازاي اروح حلو وهي المثال. ضربتني بالقلم، ازاي اروح اقول لها انا اسفه؟ يعني لو ازاي صح؟ ازاي يعني هي انا عارفه ان اسماء زعلانه مني، فلما اسماء تعاقبني تولع. لا، اللي هو ما انا اتعاقبت أه. طبعا لا المثل اروح اقول لها يعني، مش مقصود، انا بتكلم عن اقول اسماء. لها ايوه، انا بقول انا اتعاقبت دلوقتي، فاللي هو ايوه، يعني انا اروح اقول لها عاقبتيني ليه؟ يعني لا اروح اقول لها زعلانه مني ليه؟ انت يا بنتي سيبك من اسماء، عشان موضوع اسماء انت مش يعني رمز اسماء ايوه، مناسب. تمام لو انت تمام. ثواني بقى، اسماء مش مناسب. لو انت عاقبتي ابنك، تمام. هتبقي عايزاه يعني يقول في سره، ما انت خلاص هي هتقرفني عليه، ما هي عاقبتنا، ما لناش دعوه، ويفضل في العبط اللي هو ماشي فيه، ولا هتبقي حباه يرجع لك؟ لا، اكيد حابه يرجع لي طبعا. تعبيرات وشي باينه ولا ايه؟ ايوه، باينه باينه. طب ايه المعتقد تمام. اللي من النوع ده؟ هو معتقد من الشيطان، او اي تصرف او اي فكره، خدوا بالكم منها. المعتقد اللي ما بيخلينيش اصلح، ما بيخلينيش اقرب من ربنا، ما بيخلينيش ابقى احسن، وش هو مش شيطان، وش هو غلط. تمام. يعني من الاخر، اي بقى معتقد على هذا القبيل، انا شايفه ان ربنا مضطهد الستات. المعتقد ده بيقربني من ربنا؟ لا، يبقى معتقد غلط. تمام. انا شايفه ان ربنا سايب الدنيا كلها وبينزل عقابه عليا انا دونا عن بقيه بني ادمين الكون. هل ده تمام. بيقرب من ربنا؟ لا، ده معتقد غلط. لا. هل ربنا، حاضر يا مرة، ربنا غفور رحيم، وربنا النور، وربنا بيحبنا، هل تصرفاتك المهببة في الحياة بتقربك من ربنا؟ لا، لأن أنا عمالة أعك زي ما أنا عايزة على متسندة إن ربنا غفور رحيم، يبقى لا. تمام. وصلت يا ست البنات؟ وصلت. حلو قوي، شكريا على هذا الحاجات. اتكلموا براحتكم يا جماعة، ونطول براحتنا زي ما اتفقنا. انا عايزه اسال سؤال. حاضر يا ست. انتوا ليه بتحبوا تقطعوه وانا بتكلم؟ زي ما اتفقنا في اول لقاء لينا خالص، احنا متفقين الدفعات اللي انتوا هتدفعوها او اللي دفعوا المبلغ كله كاش او انتوا بتدفعوا على 12 شهر بس. التدريب خد مننا 25 شهر، ده هيبقى هدية مني. التطويل او اي زيادة او اي حاجة دي هدية مني، فبراحتنا، احنا مفيش حاجة ورانا، مش مستعجلين. انا عايزاكم تمشوا في موضوع المعتقدات او في الاحتياجات او اي تدريب، دي رحلة عمر، فعايزين نمشي فيها واحدة واحدة براحتنا. افهموا واستوعبوا واسألوا وردوا، بس انا مش مستريحة لفكرة ان حد يبقى بيتكلم والباقيين ما بيتفاعلوش معاه، ده مضايقني. لا بتتكلموا بس انا اللي ما ببصش. انا اسفه يا بيه، انا اسفه يا بيه، عشان كنت فاتحه الستيك، هقراهم واقول لكم انا اسفه يا بيه. هبص عليه. بس يلا قول. 8 على فكره يا شيماء، هحتاجك تتكلمي لان انا مش فاهمه انت كنت بتسالي على ايه. يلا قولي يا 8. انا ولا شيماء؟ طب اوكي. دلوقتي
هل المعتقدات اللي عندنا سلبية زي إيجابية ممكن تكون غير مناسبة؟ اسالي سؤال تاني وانا هجاوب. المعتقدات اللي عندنا سواء كانت إيجابية أو سلبية هي ممكن تكون غير مناسبة. يعني نفس الفكرة اللي انت كنت لسه بتقوليها من ثواني، اللي هو ربنا غفور رحيم، ده معتقد عندي. فانا بس طب انا ما بعملش حاجة إيجابية فده يبقى وحش ان انا يعني هو إيجابي بس هو وحش، صح كده؟ ربنا غفور رحيم بس فما صليش، ربنا غفور رحيم بس فمش هصوم، ربنا غفور ايوه، ما رحيم انا بس قصدي فانا كده. هيتضايق. لا طبعا مش صح. دي بقى على معتقدات مختلفة كتير، يعني مش شرط ان هي على ربنا بس، هي في الحياة عموما، صح كده؟ بالظبط طالما في الحياه المعتقد اللي عندي مش بيدفعني لحاجة بالظبط إيجابية، فأنا كده يبقى المعتقد ده محتاج ان انا اشوف اعمل فيه ايه. بالظبط انا استحق الافضل، انا اولا والباقيين يولعوا. دي حاجه اسمها الذاتويه. انا خلاص اتقفلت على نفسي، انا اعمل اللي انا عايزاه واصل انا عايشه في الكوكب لحالي، ده تخلف. انا اولويه بس مش معناه ان الباقيين يولعوا. انا اولويه بس في ناس في حياتي ممكن يجوا عليا شويه وانا اجي عليهم شويه. انا اولويه بس انا مسؤوله، عندي عيالي، انا اولويه ولا يولعوا ان شاء الله عنهم ما كلوا ولا شربوا ولا تنيلوا بنيله عشان انا اولويه. ما دي معتقدات غريبه برضو بشوفها يا اختي والله. انت الاهم، انت الافضل، انت الاولى في حياتي. ما ماشي، ما انا الاولى في حياتي اكيد، انا مش الثانيه، ما انا الاولى. بس في مين التاني بقى؟ يعني انا الاولى، في حد تاني في الليله دي ولا انا الاولى بس؟ مفيش حد انت بعدي او قصدك من ان بعد. احنا نعمل توازن يا اسماء، صح؟ اعتقد لازم يبقى في توازن، اعتقد لازم يبقى في توازن. ما هو فكره ان انا اعتقد الاخير ان ده مش حوار توازن. اعتقد ان في فكره ان دايما انا بتتقال الاخير انت ده مش الاولى توازن. علشان لا خاطر. الاولى مش توازن. اعتقد ان دايما بيتقال انت الاولى دي عشان بيكون الشخص نفسه حاطط نفسه في المرتبة الأخيرة. ف... بالظبط ماشي. فبيبقوا عايزينه يحط نفسه في المرتبة الأولى، فهو بياخد بقى انت في المرتبة الأولى دي تماما عكس اللي هو بيعمله. في المطلق الله أنا في ينور الأولى، عليك. بعد ما كنت في المطلق أنا الأخيرة، لا في المطلق أنا الأولى. فأعتقد إن ده هي بقى يعني البندول هم عايزينه بيحدف يحط الناحيه توازن بس الثانيه. هو مش بيقدر يحط توازن. بالظبط البندول بيحدف الناحيه الثانيه خالص. بالنسبه لسؤال هانستيشن بيخلص امتى؟ احنا ما بنعديش الساعه ونص، يعني بادئين 6:30 يبقى نخلص 8، ما بنعديش الساعه ونص. قولي يا شوشو، افتحي بقى المايك عشان انا ما كنتش عارفه انت عايزه تقولي ايه. السلام عليكم، ازيك يا اسماء؟ ازيكي؟ حلوه، ايه الاخبار؟ الحمد لله. انا كنت عايزه اقول ايه بقى، مش فاهمه. انت كاتبه انا ما فهمتش حاجه، هي عملت ايه؟ انا نفسي ارزع حد قلم بس هما مش بيلحقوا ياخدوا بالهم ان في قلم في الطريق. انا كنت بعلق على حاجه، انت كنت تقريبا بتحكي موقف بس انا ما فهمتش الموقف ايه اللي حصل فيه، فكنت بسأل. وبعد كده كان في موقف تاني على رزع حد بالقلم برضه بس. انت ما عرفتيش مين اللي اترزع. ما خدناش بالنا مين اللي اترزع في هذه وما عرفتش الست اللي تقريبا في الموقف، ما اعرفش هي ست ولا راجل، هي عملت ايه او ايه المعتقد اللي كان عندها غلط، فما فهمتش حاجه. انا وست في كلام انا ولا في كلام فاطمه؟ لا تقريبا انت كنت بتدي مثال تقريبا بحاجه في الصيدليه او حاجه، فما جمعتش الموضوع هي يعني. الست انا بس ما فسرتش على اعتبار ان انتوا فاهمين. هي الست جايه عايزه الشاش اللي بتستخدمه النساء ليله الدخله عشان يقولوا بكر. اوكي. فانا تمام. اكتشفت نفسي اني انا الموضوع ده بينرفزني، بيضايقني، او الكلام في الحاجات دي بيضايقني. اوكي. ان احنا محتاجين نثبت ونحط وهم اللي مش عارفه ايه يبقى فيه ايه، والحاجات العجيبه اللي كانت بتتقال في افلام زمان دي واضح ان هي موجوده لغايه دلوقتي بتعصبني. فكان من الحاجات اللي انا يعني كنت فاكره ان انا يعني بتعامل معاها انتوا كنتوا
كنت فاهمه كم يعني كل الشتيمه اللي انت شتمتيها عليها دي مرام وعايزانا اضربها كنت يا نهار اسود يا اختي ده الموضوع كبير. فانا الموضوع بالنسبه لي عارف ان هو بيضايقني بهذه الدرجه يعني. فهي بتقولي بقى ضربتيها مم. خدها. فانا مش عارفه يعني احنا زي ما احنا المفروض نبقى رحماء في التعامل مع معتقداتنا، فاحنا برضو المفروض نكون رحماء في التعامل مع معتقدات الاخرين، خصوصا ان هي الموضوع ما يخصنيش. يعني هي مش جايه تحط عليا انا معتقداتها مثلا، او جايه تلبسني انا في الموضوع. ما هي جايه بتسال سؤال قلت لها لا مفيش، بس الموضوع ابسط من كده، بس هو ضايقني فاهمه. ده الموضوع. اه تمام. عايزه شكرا اسالك حاجه، والله. لان انت ما حضرتيش المرتين اللي فاتوا. الناس اللي ما حضرتش المرتين اللي فاتوا عشان يبقوا متابعينا، عايزه اسالي على حاجه. احنا كده قلنا كل اللي قلناه في المرتين اللي فاتوا، احنا كده رجعنا لكم على كل اللي احنا خدناه المرتين اللي مع فاتوا. انا كنت بحاول اجمع يعني ممكن يكون في حاجات انا وانتي عملناها قبل كده، فانا بحاول اجمع. انا قرأت بس الفايل اللي كان موجود على على الجروب، لكن انا الصراحة ما سمعتش التسجيل. مش مهم اسمعوا، ما انا اديت لكم الفايل متفرغ عشان الناس اللي ما لحقتش تسمع تراجع تقراه. ده التفريغ الصوتي اللي حصل يعني. حتى هتلاقي مكتوب فيه فهي قالت اوكي. فهم قالوا يعني تمام. ماشي اوكي. عايز اسالك في حاجه. لا هو بس احنا يعني احنا بنيجي مثلا السيشن بيبقى في حاجة بتتقال، ولا المفروض حاجة بتتشرح، ولا المفروض بس بتبقى مجرد مشاركات، ولا ايه؟ مش عارفة. احنا المره الاولانيه شرحنا يعني ايه معتقدات وازاي بتتكون. حلو الكلام. المحاضره اللي فاتت اتكلمنا يعني ايه معتقدات خفيه ويعني ايه معتقدات ظاهره. المره دي نشتغل عن المعتقدات الواعيه والمعتقدات اللاواعيه. تمام. اوكي. انا مدياكم تمام. فرصه انا مدياكم فرصه تتكلموا، لان انا النهارده معتبراه لان في ناس جديده. المفترض ان هم احنا بنشتغل 3 محاضرات، والمحاضره الرابعه بتبقى جروب بتبقى كلام الجروب يعني نتكلم فيه عن الحاجات اللي احنا درسناها وازاي بنحلها. فبما ان النهارده في ناس ما حضرتش في المرتين اللي فاتوا وبيحضروا النهارده، فانا مخليها النهارده الكلام في الكلام اكتر. وصلت؟ اوكي فهمت. يعني النهارده انا اللي مخليها الكلام فيه اكتر، مش المره الجايه. وصلت ياسمين، شكرا. تمام؟ اوكي. ايمان انت المره اللي فاتت برضه ما حضرتيش، قولي لي الدنيا معاكي ظروفها ايه؟ يعني انا مش سامعه صوتك. ايمان ايمان انت فاتحه المايك بس مش سامعه صوتك. حد سامع ايمان يا ولاد؟ لا مش سامعين. طب اكتبي على الجروب يا ايمان لو مش قادره تتكلم. هو انت فاتحه المايك بس احنا مش سامعين حاجه. انت فاتحه المايك، انت امانه الله فاتحه المايك، لكن انت مش سامعين حاجه. طيب هنتكلم شويه. احنا قلنا من فين جت المعتقدات، وقلنا هينفع نغيرها ولا لا. تمام. وقلنا المعتقدات دي بتأثر على نظرتي لنفسي، وبتأثر على رؤيتي لربنا، وبتأثر على علاقتي بيه. تمام. وقلنا إن المعتقد بيتكون تجربة مثلا، وأنا فسرت ده عليا، طلع مشاعر فاداني معتقد. زي
لما اقول مثلا بابا مشغول عني، زي ما كانت ولاء بتقول مثلا اخويا بيحب ماما بتحب اخويا اكتر مني، يبقى انا مش مهم. حلو حلو يا عيال. جميل. ماشي. وبعدين طيب تمام يا انس. وبعدين قلنا ان احنا عايزين زي المره اللي فاتت مطلوب منكم ان انتوا تغيروا هذا المعتقد، فبناء عليه هو انتوا سامعيني ولا هو انتوا شايفين السكرين ولا انا مع نفسي؟ شفناها بس اختفت فجأة. السكرين راح. راحت يا اسماء السكرين. طب كده لا مفيش حاجة. كاميرا مقفولة. كده الكاميرا طيب مقفولة. كده يا ولاد. فيها تمام يا لا اسماء، مش مقفولة يا اسماء، مقفولة. خيال بس كده. تمام رجعت يا اسماء. تمام. تمام. ف زي ما قلنا المره اللي فاتت ان احنا بنغير المعتقد اللي انا اتفاجئت بيه ان انا بقوله بغيره. زي مثلا انا ما استحقش الحب، لا هو الحقيقه بقى ان انا ربنا خلقني من حب، وخلقني عشان اتحب، وخلقني وكرمني، ولقد كرمنا بني ادم. طب اعمل ايه عشان اغير المعتقد من النهارده ان شاء الله لسنه قدام؟ محتاجين نكرر ان مش كل اللي صدقته ده حقيقه. اللي صدقته انا صدقته بس هو مش حقيقه. زي ما عملنا في المرات اللي فاتت ولسه هنعمله تاني قريب، يعني تاني في المرات اللي جايه، اني انا بسال نفسي المعتقد ده بتاعي ولا متصدر لي؟ البنات مش مهمه ده معتقدي ولا معتقد امي كانت بتقوله لي. كل الرجاله خاينين، ده معتقدي ولا معتقد سمعته في الافلام؟ ربنا اللي انا فيه ده كله عقاب ربنا، ده بتاعي ولا اتقال لي يعني. ماما مره مش معلش عارفه كملي يا اسماء. ماما مره مش عارفه عملت ايه كده، فبترد عليا بتقول لي يا اسف على يوسف، فبقول لي هو يوسف وقع كوبايه كسرها. الموضوع مش ماشي، الجمله مش جايه مع الحدث، يعني كلمه اكبر من الحدث اللي احنا فيه. بس ده طبعا يعني مناسب لشخصيتي لان انا بهزر كتير، بس حسيت ان احيانا في كلمات بتيجي مش ماشيه مع الحدث اللي بيتقال. انت قصدك بالنسبة المعتقد ده من جوايا، قصدك ان هو وليد موقف معايا، ولا قصدك وليد داخلي جوايا، يعني انا اللي حطيته في دماغي وانا اللي امنت بيه؟ وانا لو افهم هجاوب على طول. ايه السؤال؟ السؤال انت جايه بتقولي المعتقد ده جه ازاي، هو بتاعي ولا متصدر لي؟ بتاعي ده قصدك ان هو يعني جه في دماغي بس كده، ولا انا مريت بيه فانا قلت بس ده اكيد ده بسبب ده؟ لا انا صدقته، انا بتاعي، انا اللي بقوله لنفسي ولا حد قاله لي وانا صدقته؟ تمام. انا بتاعي. ما احنا كبار يا جماعه، احنا مش صغيرين، فطبيعي جدا ان في حاجات احنا كوناها. مش كل حاجه يعني هتبقى اتقالت لنا واحنا صدقناها، في حاجات احنا كوناها من تجاربنا ومن حياتنا ومن اللي حصل لنا. تمام. عشان كده كانت اول خطوه قلت لكم ده بتاعكم ولا جاي من بره؟ بتاعنا مبني على ايه؟ بتاع غيرنا مبني على ايه؟ صح ولا غلط؟ بنقابل يرضي ربنا ولا ما يرضيش ربنا؟ زي اول زي
التمرين بتاع المره اللي فاتت، يرضي ربنا ولا ما يرضيش ربنا، وهكذا. وصلت يا ولاد؟ يا حبيبتي وصل. ف يعني النهارده مثلا يعني من الحاجات مثلا اللي احنا بنقف عندها المعتقدات مثلا اللي بتخلي صورة ربنا جوانا تتشوه. زي مثلا انت لازم تعملي كذا عشان تستحقي كذا، يعني انت بتعملي كذا عشان كده ربنا عمل لك كذا. ده معتقد، يعني حتى لو في الحاجة الحلوة، يعني انت عملتي كذا فربنا اداكي كذا عشان انت عملتي كذا. ده معتقد يبدو جميل جدا على فكرة، بس هو ولا جميل ولا نيلة، لان هو احنا بنعمل ايه في حياتنا عشان نستحق كرم ربنا؟ يعني ايه اللي بسم الله ما شاء الله بنعمله في دنيتنا عشان نستحق كرم ربنا؟ وبرضه هيلمس في الناحية التانية بإني طالما ما عملتش يبقى ما استحقش. وفي معتقدات كده بتبان حلوة، بتبان شيك. أنا عملت كذا عشان أنا استحقيته عشان ربنا اداهولي، مش عشان أنا عملت ولا سويت. ده كرم ربنا. استحق إيه؟ ده كرم ربنا سبحانه وتعالى. يعني كان الشيخ بتاعنا بيقول هو احنا هنعمل ايه في دنيتنا عشان ندخل الجنة؟ يعني ايه الجنة دي ثواب لايه اللي انت عملته في دنيتك؟ ايه الابداع اللي انت عملته في دنيتك عشان تاخد عليه الجنة الابدي، الحياة الابدية في الجنة؟ ايه اللي عملته؟ فانا لازم اعمل عشان اخد؟ لا، ما انت مش لازم تعمل عشان تاخد، انت بتعمل عشان ربنا قال لك اعمل. انا لما بغلط يبقى ربنا هيحاسبني. هيحاسبك دلوقتي وبس وهنخلص، مفيش اخره هنتحاسب فيها، الحساب كله هيجي هنا. في المعتقدات اللطيفه زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت مثلا ان انا ما بعرفش اعبر فما بعرفش ادعي. من المعتقدات اللطيفه والغريبه برضو ان انا ابقى عارف ان ما حدش فهمني لدرجه ان انا ابقى حاسس ان كمان مش عارفه ان ولله المثل الاعلى، يعني ان ربنا كمان برضو مش فاهمني. يعني ابقى برضو ما بدعيش، ما بقولش، ما بعملش، اصلا مش عارفه اعبر، اصلا مش عارفه اقول لربنا اللي انا عايزاه بالظبط. لا يا شيخ، اصلا والله هيفهمك غلط ربنا. يعني بتقولي له حاجه وانت مش كده هتتفهم غلط، الدعوه هتيجي عكس مثلا، تيجي بشكل مختلف. لا اعتقد مش هو ده المقصود، معلش لحظة واحدة. هو المقصود ان انا مش عارفة اصلا افهم نفسي كويس، فمش عارفة اعبر انا عايزة ايه، مش عارفة اوصل انا عايزة حلو، ايه. يبقى ده حلو، يبقى ده اللي بقوله لربنا. يعني هو أنا مش فكرة انا خايفة هو يفهمني غلط، هو يفهمني صح. يعني انا كتير جدا لما باجي ادعي مببقاش عارفة ادعي اقول ايه. يعني انا مش عارفة انا عايزة ايه اصلا، الدنيا بتمشي ازاي، فبقول له يا رب انت عارف اللي فيها فحلها من عندك حلو بقى. اهو. يعني طيب يعني انت بتقولي يعني يا ربنا انت عارف اللي فيها، انت بتقولي يا ربنا انت عارف اللي فيها. في ما بيدعيش عشان خايف يدعي غلط، وما بيدعيش ما بيكلمش ربنا عشان حاسس ان هو مش هيفهمني، عشان مش عارفه اقول اللي عندي، عشان مش عارفه اقول لا صح. اصل انا احيانا بحسها بس ما بيبقاش ليه عشان هو مش هيفهمني، هي عشان ببقى احس ان انا تقيلة قوي لدرجة ان انا مش قادرة اتكلم حتى. يعني مش قادرة اقول انا عايزة حاجة. انا حاسة ان انا غرقانة لدرجة ان انا مش عارفة احرك حاجة.
يعني انا بحرك جسمي بس عشان انا مجبره، اللي في قفايا هيزقوني، يا ماما انا عايز، يا ماما مش عارف ايه. انما غير كده انا تقيله قوي وغرقانه قوي لدرجه ان مفيش ولا كلمه طالعه اصلا. يبقى ده اللي هنقوله يا بيه، يبقى ده اللي هنقوله يا بيه، ده اللي هتقوليه لربنا. يا رب انا غرقان. انا على فكره ساعات ما بيبقاش قادره، يعني ما ببقاش قادره اقرا قران ببطء، بقراه في دماغي. يعني ساعات ما ببقى رايحه انام كده وخلاص وكل الشياطين والكوابيس وكل الحاجات كده في دماغي وانا خلاص جايبه اخر، فبقعد اقرا قران مش قادره اقراه ببقي، قسما بالله بقراه في دماغي وبكمل قراءه القران في الحلم. ولما بيجي الكابوس بقرا قران عشان الكابوس يقع بقى، عشان عارفه لو الكابوس يمشي بقى نكمل قراءه القران، الشيطان مش هيسيبنا اقرا القران في الكوكب هنصحى. فاهمه انت الموضوع؟ نلعب لعبه كبيره في الموضوع. قولي يا شوشو، عايزه تقولي ايه؟ انت انا مش يعني حقيقه مش عارفه قولي، بس انت بتقولي كلام كبير ما ينفعش يتسكت عليه بصراحه. قولي يا شوشو. مش عايزه اقول. قولي مثال، مش لازم انت قولي مثال، اصل انت ما اتكلمتيش عن نفسك، انت بتقولي في العموم، يعني ما تتكلميش بشخصك. ايوه ماشي، ممكن يكون في حد ماشي قال لي حاجه زمان وصدقتها، بس هي الحاجه بتعبر عن فعلا واقع، مش لازم تكون، مش مجرد راي حد وخلاص يعني. تمام. لما حد يقولي بعيدا عن شيماء، لما واحده تيجي تقول لي، لما انا ابقى مثلا حد جاي بيقول لي انت وحشه، مش حلوه، مش حلوه شكلها، ماشي، ما ممكن تكون وحشه فعلا. تمام، عادي، هما يعني ممكن انسان، بس يعني احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. والله ما معترض. اوكي، هل انا فعلا كده ولا لا؟ وهل ده بيقربني مني ولا لا؟ وهل ده بيقربني من ربنا ولا لا؟ مبدئيا ما فيش بنت وحشه عشان ننجز بس. لا معلش بقى، معلش لحظة واحدة. هو ربنا سبحانه وتعالى احنا هنصدق ربنا ولا هنصدق اللي بيقول لنا؟ ربنا قال وخلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فأنت شايفة نفسك وحشة يبقى أنت مش مصدقة كلام ربنا. شكرا ونقطة من أول السطر. هي مين اللي دخلت شمال؟ مين اللي دخلت فيها شمال؟ ايه يا تمني؟ هي دخلت مش فيكي. ايه تمني؟ انت كده بتعملي، احنا مش متفقين. ده انت اللي حاطه المنطق بتاع الجروب. احنا مش قلنا اللي يتكلم وما بنعملش عليه؟ يا أسماء أنا ما بعلمش على حد، أنا بقول أنا أنا انا لا يعني بجد والله. احنا سبحان الله ربنا رزقنا بمعتقد احنا مش متبنيينه. انا يعني انا دلوقتي انا مش حلوه مش عشان انا مش حلوه، انا دلوقتي عشان انا مجهده، انا دلوقتي عشان خاطر انا تعبانه، انا دلوقتي عشان مش عارف ايه. انما انا مش قادره بصراحه، يعني الكلمه عارفه لا، يعني بصي بقى، صدمتني خلينا بصي، جدا. انا من وجهة نظري لا، في ناس بشكل وحاجات كتير ممكن فعلا ما تبقاش حلوة، ممكن يبقى اصلا حد عنده تشوه مثلا في وشه، فلا في ناس بيبقى شكلها مش حلو يعني. في مبدئيا بالراحه يا شيخ، مبدئيا الناس اللي شكلها مش حلو اولا مش معانا، ثانيا هم مش شايفين، ممكن ما يكونوش شايفين نفسهم مش حلوين، ثالثا مقاييس الحلاوه انت اللي حطاها، مش هم لو موجودين لان هي ممكن تبقى موجوده في وسط مجتمع هي احلاهم، مفيش مشكله بمقاييس احنا اللي حطيناها. يعني انا كنت بتفرج امبارح على حديث الصباح والمساء، مش عارفه ليه النوستالجيا هل عليا كده، فعماله اتفرج على المسلسلات القديمه، لقيت كل الرقصات تخان، كلهم في الوقت ده كانوا تخان، وكانت هي دي. وفي في المسلسل نفسه مش عارفه كانت مين بتتريق على مين، بتقول دي معفعصه وعامله لما تبقى تخينه كده ومربربه، تخينه ومربربه، كانت هي دي مقياس جمال، ان هي تبقى تخينه ومربربه. الرفيعه الفرنساوي ده ما كانش مقياس جمال وقتها. ففكره اني انا ابقى عايشه بمعتقد ان انا وحشه واقول ده بيعبر عن واقع، لا،
ده انا مصدقه حاجه مبوظه لي حياتي. هو انا واحده لما اعيش باني وحشه هبقى بتعامل مع نفسي ازاي وبتعامل مع الكون ازاي؟ في فرق. خلينا نتكلم في فرق بين ينفع اصلح، يعني مثلا حتى يعني بصي يا اسماء، يعني حتى لو هي مش وحشه هي ممكن ما تبقاش حلوه. يعني ايه ما تبقاش حلوه؟ ممكن يبقى فيها حاجه عايزه تتصلح، سنانها معوجه، مثلا عايزه تعمل عمليه في عينيها عايزه تتصلح. لكن انا في العموم حلوه بس في حاجه عايزه تتصلح. يعني ايه يعني ايه ما تبقاش حلوه؟ ومين اللي تعرفيها في حياتك ما تبقاش حلوه؟ مين انت في حياتك تعرفي حد مش حلو، مش حلو خالص؟ وهل انت لو شفتيها وهي مش حلوه هتقولي لها اصلك مش حلوه ولازم تتعايشي على كونك مش حلوه؟ لا، في عادي عارف. انا مش معترضه. هل اللي انت تعرفيهم في حياتك اللي انت شايفاهم مش حلوين هم بيتعاملوا ان هم مش حلوين وانت بتتعاملي معاها باعتبار ان هم مش حلوين؟ يعني بصي مش عارفه ارد عليكي دلوقتي، بس انا من وجهه نظري شايفه ان في حاجات بتعبر عن حقيقه. يعني مش هقعد بقى اقنع نفسي ان هي مش كده علشان مش عارف ايه وانا مش لاقيه حاجه بتقول عكس كده. استني بقى يا غاليه بقى، ما هو ده اساس المعتقد. ما هو ده اساس المعتقد. يعني مش لازم يبقى المثال ده بس يعني. مش لازم المثال ده بس. انا مش عايزاكي تتكلمي عن حد من بره، عايزاكي تتكلمي عنك ايه انت. فكره اني انا صدقته ايا كان المعتقد عنك ايه. انا مش بقولك شاركي معتقدات، ايا كان المعتقد عندك ايه طيب. انت مصدقاه وبتقولي ما هم عندهم حق. ده المصيبه الاسود. مصدقاه وبقول ان هم عندهم حق وبقول ان ده بيمثل الواقع. ما هو جس في وات حاجات ده بتقول اللي ان كنا هو بنقوله. كده فعلا صح. يعني ما في فاكتس يا اسماء، في حلو فاكتس، مش كل حاجات اراء. حلو، اكتبيهم بقى. اكتبي لي بقى المعتقدات اللي بتقول ان هي فاكت وراجعيها تاني وشوفي هي فعلا فاكت ولا اراء. بس لان انت كده بتتكلمي عارفه اللي هو زي فكره يعني انت كده برضو ستيل بتتكلمي يعني ما راجعتيش هي فاكت ولا اراء. اكتبيهم اصلا، اكتبي لا، المعتقدات. الديبيت ده يعني الديبيت ده اعتقد احنا اتكلمنا فيه قبل كده، وفي حاجات انا قلت لك ان انا شايفه انه لا، هي في حاجات عليها دلائل بتقول انه هو المعتقد الفلاني ده صح. زي ايه؟ عشان مش هفتكر اكيد. زي ايه؟ يعني لو مثلا هقول على نفسي، مثلا في حاجات كتير ببدأها وما بكملهاش. هو في فعلا فاكس بتقول كده، في حاجات فعلا دلائل ومواقف وحاجات كتير ممكن تكون بتقول ده. ماشي، ده عيب شخصيا نغيره. دي مهارة محتاجين نتعلمها. ايه علاقة ده مش بالمعتقد؟ عارفة انت سمعتيني ولا الصوت قطع؟ دي مهارة محتاجة تتعلميها. ايه علاقة ده بالمعتقد؟ وانا هعيش باني الو، ما ممكن اقول ببداش حاجة. حاجة؟ ثواني يا مرام. الو. ايوه يا شيماء معاكي. ايوه ماشي بقى. حاجة بقى هغيرها، بس مش معناها ان هي مش صح. مش صح. تمام. هو كده ما بقاش معتقد. هو كده ما بقاش معتقد. المعتقد زي ما احنا قلنا فكرة ملازمة أنا عايشة بيها. يعني كونك بتعيشي بإن أنت ما بتكمليش حاجة للآخر ده معناه معتقد غلط. ليه؟ لأن دي مش حاجة حقيقية. إن أنت ما بتكمليش حاجة للآخر. أنت ناقصك مهارة إنك تتعلمي إدارة الوقت، أو تتعلمي تشوفي أنت عايزة إيه، أو تتعلمي إنك تكملي. فده كده مش معتقد يا شيماء. امال ده بقى ايه؟ دي فكرة. اوكي. لمجرد فكرة تتغير عادي. فكرة. أنا ما بكملش حاجة للآخر. ليه ما بكمليش حاجة للآخر يا ست البنات؟ مين اللي قال إنك ما بتكمليش حاجة للآخر؟ هو أنت إيه واخدة ما خلصتيش جامعة؟
طلعوكي من 6 ابتدائي؟ وانتي مسافره بتنزلي في نص الطريق؟ ما بتخلصيش طبقك؟ فاهمه يا شيماء؟ شيماء حصل مشكله في النت. ماشي. مين مرام كانت عايزه تتكلم؟ قولي. ما انا كنت عايزه اقول حاجه ليها علاقه باللي شيماء قالته. قولي يا يا رب ست تكون شيماء. سامعانا. قولي هو ما دخل. هي بتقول ان دي فاكت. ماشي، هل الفاكت اللي هي بتقول عليها مفيش فاكت ضدها خالص؟ يعني مثلا هي بتتكلم عن الحلاوه، طيب هندي مثال بعيد عننا كلنا. في فاكت مثلا هي شافتها ان الراجل القصير ده راجل وحش مثلا. ماشي. هل مفيش ولا راجل قصير واحده ست معجبه بيه متجوزاه وبتموت فيه؟ فاكت عكسها اهي. فمين اللي قال ان المعتقد ده صح واللي عكسه غلط؟ ده بس انا بحاول اوضح بس القصه يعني. حلو، انا موافقه. هو بس مش عشان واحدة أعجبت بيه واتجوزته معناها إنه الفاكت مش حقيقية، يعني ده وجهة نظري. ما هي كسرت القاعده اهي، يعني ما في مش فاكت كده. عكسها اهي. يا روحي هي أنا ليه ما بتكلم بقتش في الحقيقة نفسها. هي عادي، ما كده؟ هو ما حد بقتش ممكن حقيقه، لان هي مش حقيقه عند حد تاني. ما هي الست شايفاه اجمل واحد في الدنيا، ما هي مش حقيقه. ما طالما اعجبت بيه يبقى مش حقيقه. هي ممكن يكون الأسرة عندها بالنسبة لها ماشي، مش فارق، بس ده مش يبقى هي معناه مثلا إن هو مش قصير. هو قصير بس مش عيب فيه. هو طيب قصير بس ماشي، مش. أنا بتكلم على الحاجات إنه ماشي هو قصير، مفيش حاجة هتغير إن هو مش قصير. اوكي، قصير لا بالنسبه هيفضل قصير. ثانية واحدة. دي حاجه قصير وحشه. بالنسبة لمين؟ حلو، مين اللي قال المقاييس؟ يعني أنا لغاية ما خلصت مدرسة أنا كنت الفرعة بتاعة الفصل. أنا كنت 167، أنا كنت 168. أنا كنت الفرعة بتاعة الفصل. دخلت الجامعة عرفت حجمي، عرفت مقامي قد كده بالنسبة للناس اللي هناك. كان العيال بيسلموا عليا كده. رحت الحج عرفت مقامي بجد. اخواننا بتوع كاميرون واخواننا بتوع السنغال كان والله العظيم الراجل بيمسكني كده بيعديني كده. على فكره يا حاج انا كبيره، مش طريقه تعامل. فمقياسك ليه بناء على ايه؟ وتاني يا شيماء وتالت وعاشر، تمسكك بالموضوع ده في ان محتاجه تدوري وراها. انت كده عماله ماسكه في معتقدات انت بتقولي ان هي حقيقه. طب هي كونها حقيقه ده فايدك بحاجه؟ انا ما قلتش ان هي فايداني يا اسماء، بس هو مش اللي هيساعدني ان انا اتعامل مع الموضوع ان انا انكر ان مفيش ان الحقيقه دي مش موجوده. تمام، ايه اللي يساعدك فيها؟ ما اعرفش، لسه ما وصلتش لحاجه ايه تساعدني، بس انا شايفه ان في حاجات فيها فاكس او حقيقه او حاجه بتقول كده. انا صراحه يعني حاسه ان انا مش عايزه ادخل الديبيت ده، بس انا مجرد ان انا بعبر عن حاجه انا شايفاها انه في حاجات هي بتقول ان هي كده. ايه بقى إيه اللي ممكن يساعد او يحل الموضوع او يخليها ما تبقاش معطله؟ دي حاجه لسه ما وصلتلهاش، ممكن الواحد يبقى يتعامل معاها ازاي، بس مش ان انا اقول ان هي مش حقيقيه هو ده اللي هيخرجني من الموضوع او هو ده اللي هيحل الموضوع. ده كل اللي انا بس عايزه اقوله، عشان حسيت ان الموضوع دخل في ديبيت وحاجات كده، حتت كتير انا حاسه ان انا مش قادره الصراحه اكمل فيها. اوكي، معتقد بيضرني مش حقيقي. معتقد عن نفسي بيضرني مش حقيقي. معتقد عن نفسي هيضرني. معتقد عن نفسي هيخليني اشوف ان انا قليله. معتقد عن نفسي هيخليني اكسب اني اتاذي. معتقد عن نفسي هيخليني اضر نفسي. ايه اللي او بيقول ان معتقد هو مش مش حقيقه؟ هل في حاجه بتقول انه ده مش حقيقه؟ ان انا بضر بيه نفسي او ان انا بتاذي مش حقيقي. يبقى انا كده شايفه عن نفسي صوره مش حقيقيه، لان مفيش حاجه تخليني
اتاذي. مفيش حاجه تخليني ممكن اسيب اقول نفسي حاجة؟ اتاذي. ولا حبيبتي، عاوزة احكي موقف عن نفسي. انا طول عمري وانا كنت مليانة، تمام، وطبعا انا اللي ضاره نفسي طبعا. المهم كنت بكره نفسي جدا لحد ما بقيت في ثانوية عامة. لقيت صحابي بيحبوا فيا تخني جدا، مش قادرة اوصف لك، وبيحبوني وبيخلوني انا الرائدة على الفصل. انا مش عايزة اقول انا حبيت تخني، لا طبعا، لان هو جايب لي ضرر، بس انا عارفة ان انا في يوم من الايام هخس و... وهيبقى شكلي لائق. بس انا كنت تعايشت وتصالحت مع تخني، اوكي. فاهماني؟ فهي المصالحة دي اللي كانت ناقصاني، لان انا كنت على طول من وانا صغيرة طبعا كانوا بيقولوا لي انت تخينه انت تخينه، فدي عقدتني وخلتني كارهه نفسي وكارهه الدنيا وكل حاجه. لحد سبحان الله فعلا فعلا هي حته بس ان انا كبرت وفهمت وادركت ان فعلا لقيت لما كله لقيتهم بيحبوني، انت فاهماني، وبيحبوا يتعاملوا معايا. فلقيت نفسي حبيت وتصالحت مع نفسي. فهي التصالح دي مهمه جدا، ودي انا ما انكرتش انا تخينه، اوكي انا تخينه، بس هو التصالح بقى ان انا اتقبل نفسي وفي نفس الوقت انا هصلح نفسي. وفعلا يعني الحمد لله عملت بصراحة. انا مش عارفة لغاية دلوقتي، في ناس بيقولوا لي غلط، في ناس، بس انا سعيدة بيها. انا عملت عملية تخسيس، تمام، وانا بجد يعني انا عاوزة اقول ان انا سعيدة جدا، انا اسعد واحدة في الكون، تمام، مع ان في ناس قالوا لي ده غلط، ولغاية حلو. دلوقتي خليني بيقولوا اقف برضه غلط. خليني اقف عند النقطه دي. تمام. انا تخينه، انا تخينه، دي حقيقه. مم. انا مش عاجبني التخن، دي حقيقه. انا ضر نفسي، كوني ده حقيقي. تخينه، انا بضر نفسي، دي حقيقه. مم. كوني تخينه ده يديني، يخلي حد يأذيني او ان انا اذي نفسي او ان انا افضل طول الوقت اقلل من نفسي، دي مش حقيقه. صح. عشان ما خرجت كان نفسي تسمع التفسير ده. انا اعتقد ان هي والله اعلم يعني، بس انا اللي حاسه فيه ان هي يا عيني مش شايفه. لا ما مش بنتكلمش عن حد، ما بنتكلمش عن حد. انا هقول لك، ما انا بالنسبه لي حسيت ان في فرق بين ان مثلا هنفترض مثلا المثال اللي هي اتقال ان القصيرين وحشين، الرجاله القصيرين وحشين. انا واحده ما اتجوزتش او مطلقه او ارمله اي حاجه، ما هو طول ما انا شايفه ان القصيرين وحشين، كل ما هيجي لي واحد قصير هقول لا انا مش عايزاه، في مقابل ان هو ممكن يكون هو كويس فعلا وحلو جدا يا من جماعه جوه ومن بره. بس تمام انتوا فرعتوا الكلام. ثواني معلش عشان لا مش نلم قصدي بقى مش الكلام، قصدي مش قصدي مش عايزه افرع الكلام. انا قصدي مش قصدي افرع الكلام، انا قصدي عشان اقول الوقت ان احنا تمام. المعتقد نفسه احنا شايفين جزء منه. المعتقد احنا شايفين جزء منه، مش شايفينه كله. يعني انا لو شفت المعتقد كله على بعضه ان الرجاله القصيرين كلهم وحشين، فانا ما بشوفش الميزه. لو حد قصير اتقدم لي هبعده وهرفضه، فهبقى ما اخدتش الميزه. فهي دي نفس الفكره في كل حاجه، ان انا وحشه. ما هو انا مش شايفه الجمال اللي فيا ومش قادره اشوفه، ان انا مش عارف البنات مش بتحبني. لا، في حد بيحبني بس انا مش قادره اشوفه دلوقتي، ولازم اشوفه عشان خاطر احس ان انا محبوبه. طيب بصوا فهي حضرتك، الفكره ان احنا مش شايفين المعتقد كله. بصوا يا جماعه، انا هديكم مثال شخصي. عشان تفهموا قصدي. انا مطلقه، مفيش مطلقه بيجي لها راجل محترم، مفيش مطلقه بيجي لها غير راجل مش عارفه حاصل له ايه، مفيش مطلقه غير هتتجوز واحد كده. لو اتجوزت واحد، المعتقد ده انا عشت بيه في حياتي 20 سنه. ده معتقد يضرني. ليه؟ لانه بيقلل من صورتي لنفسي. انا شايفه نفسي اصلا قليله، فبيضرني. ولكن في حاجه اسمها، زي ما كانت شيماء بتقول، في حاجه اسمها انا بتعامل مع معطيات الموقف. انا مطلقه، جالي واحد لا اصل انا ما بتجوزش مطلقات، حبيب قلب ماما اقعد جنب امك، هي اولى بيك. ده ملوش علاقه بيا، ده مش بيقللني. انا عندي
انا عندي حاجات معينه، دي شخصيتي انا، اسماء اللي عندي كذا سنه، اللي عندي شكلي كذا، اللي عندي كذا كذا، ده انا ما عنديش حاجه قليله ولا كبيره، بس اتس مي. انا اسماء القاهريه، انا اسماء الازهريه، انا اسماء، اتس مي. اللي جاي عاجبه انا اهلا وسهلا، مش عاجبه اقعد جنب ماما، ماما اولى بيكي حبيبي، بس ده مش بيقللني. لكن اللي انا كنت عايشه بيه اني انا قليله، انا قليله، وده مش حقيقي. ده اللي بتكلم فيه انا، المعتقد اللي بيضرك، اللي بيحسسك انك قليله، اللي بيحسسك انك تتاذي، اللي بيديكي. انا اسمع على فكره، انا عشت فتره كبيره من حياتي يعني بان انا مناخيري كبيره، ولما كنت بوصف نفسي كنت بوصف نفسي اسماء اللي مناخيرها كبيره. يعني انا كنت لما بيجي مثلا لو describe yourself، مناخيري is big، مناخير. فده معتقد، وبقيت بتعامل مع الناس بالمنطلق ده، ان اول ما حد هيكلمني باصص الاول على مناخيري. ده معتقد بيضرك، معتقد مش صحيح، مش حقيقي، مش معناه انه هيتغير. يعني انا مش عشان انا مطلقه هبقى حاجه تانية، ما انا ستيل مطلقه، ده ما اتغيرش، هي دي حقيقه كوني مطلقه، ده ما اتغير، مش هيبقى حاجه تانية، انا ستيل مطلقه. كوني تعاملي مع المعتقد هو اللي حقيقي او لا. المعتقد ده بيقول لي انك قليله، لا انا مش قليله. المعتقد ده بيقول لي انك ما تستحقيش حد كويس، ده مش حقيقي. انا كويسه، يبقى استحق حد كويس. وصلت الفكره؟ عشان انتوا شعبتوها بشكل بوظ معناها. وصلت الفكره؟ المعتقد مش بيغير حقيقه الشيء، المعتقد ما وراء المعتقد اللي بيضرني هو اللي مش حقيقي. انا ست، ده حقيقي، هغيره؟ هقلب شنب؟ انا ست. هل الست واخده الست المفروض تبقى قليله؟ لا، معظمكم عدي ال30 او كلكم. هل انا عشان عديت ال30 يبقى انا مش هيجيلي حد كويس؟ لا، ده معتقد بيضرني. اصل انا عديت ال30 يبقى عمري ما، يبقى انا كده خلاص بقيت سكند هاند، يبقى انا كده خلاص بقيت محدش يرضى بيا، يبقى انا المفروض ارضى بقليلي. ده معتقد يهد منك. نفس الفكره على الجانب الاخر من الراجل. اصل الراجل المطلق ده راجل ابن لذينه. ليه راجل؟ ليه ابن لذينه؟ ليه تتعاملي معاه لانه ابن لذينه؟ ده معتقد غلط. ده ما غيرش كونه مطلق، هو مطلق، هو عنده عيال، ده ما غيرتش من ظروفه، ما غيرتش حقيقته، لكن غير نظرتك ليه غلط. قولوا لي انكم فهمتوا ارجوكم. لا قولوا لي انكم فهمتوا، مش قاعدين عمالين تتكلموا في ضرب بره ده اول. فهمنا وكتبنا والله يا فهمت اسماء، فهمت بنكتب. فهمت. لا. فهمنا والله، انا فهمت الحمد لله. دايما كده حرقين دم. ألف سلامة عليكي من حرقة الدم. احنا لازم هتتقدري معانا، ده احنا كتير قوي يا أسماء. لا ده احنا ليلتنا بيضة، ده انا بتكلم في معتقدات، ده انا هتقدر لما اقول يا بس. ما انا انا بدخل دخلات ما يعلم بها، انا برضو بختار مواضيع برضو، يعني ليه ندخل في المعتقدات؟ ليه؟ ده احنا في المعتقدات، ده احنا لسه هنشوف الاحتياجات. ده احنا لسه انت دوستي على الجرح من الاخر يا اسماء، دوستي احنا على في الجرح. المعتقدات وبنعمل كده، امال في الاحتياجات هنعمل ايه؟ ما عليك. شيماء، عشان انت اللي كنتي بتسالي في الموضوع ده، وصلت الفكره؟ المشكلة يا أسماء إن المعتقدات تقيلة، لأن أنت بتتكلمي عن معتقدات ما شاء الله يعني فوق ال30 سنة. ليلة بيضة حضرتك. لا بيهمنا ولا مؤاخذة، لا بيهمنا ولا مؤاخذة، الحمد لله احنا متعشمين في وجه الكريم. يا رب. يا رب. شيماء فتحت المايك وقفلتي. شيماء أنا
فمفيش شيماء تاني، هي شيماء واحده. لا انا بس النت عندي مش احسن حاجه، بس بصراحه انا ما حبيتش الجدال اللي وصلنا ليه، ولا ده كان حاسه ان هو مريح وحسسني ان انا مش عايزه اتكلم اصلا. لا 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 ده بالعكس، ده صحي جدا عشان كل يعني ممكن يكون مرهق ليا وليكوا، بس هو صحي جدا لان احنا فعلا بنتكلم عن معتقدات. فلازم نخرج، يعني هنخرج مدروخين كده. ايوه بس هو آه، طريقه مناقشه الموضوع حتى الشكل اللي خد الموضوع بصراحه بالنسبه لي ما اعرفش يعني. يعني مش عارفه ما انا اوصفه بايه حابه بالظبط، اعتذر بس لا يعني. انا حابه اعتذر عن اي حاجه انا عملتها، بس انا يعني انا اسفه جدا والله. يعني انا كنت غلطانه، بس يعني انا عند قراري او كلامي، بس انا اسفه ان انا يعني دخلت الدخله دي. هي كانت دخله رخمه فعلا. كمان قولي يا شيماء، انا ما حبيتش الطريقه دي. حلو، قولي انا مش حابه. ما انا قلت خلاص، مش يعني مش هقول تاني، بس يعني الطريقه اللي تم مناقشه الموضوع بالنسبه لي مش مريحه، وحسيت انه معرفش، مش حاسه ان انا قادره اكمل بالشكل ده الصراحه. بس يعني تمام. ايه الطريقه الاريح بالنسبه لك اللي تحبي تكملي بيها؟ لان ده المفروض الميثاق اللي احنا عملناه في اول يوم. ايه الطريقه الاريح بالنسبه لك اللي انت تبقي حابه تتكلمي بيها؟ الحقيقه انا مش عارفه الموضوع اصلا، او الجروبس بيتم ادارتها هنا ازاي. بس ده مثلا رأي أنا معتقدة بيه، بغض النظر عن أو حاجة أنا شايفة إن في حاجات فاكس مش هيغيرها، مثلا إن أنا أقول عكسها. هشوف هتعامل معاها إزاي. ممكن زي ما حد اتكلم قال إنه ممكن الأكسبتنج، وبعد كده أشوف أحل المشكلة إزاي. دي طريقة. اوكي. لكن إنه الموضوع يتحول إنه لجدال، وإنه معرفش او جادجمنت او ايا كان الشكل اللي خد الموضوع ده، بالنسبه لي ما حسيتهوش ان انا قادره، او حاسه ان هو مناسب ليا، او ان انا شايفه انه ده ممكن يكون بيئه بالنسبه لي مناسبه ان انا اقدر اكمل بعد كده المراحل اللي هي ممكن هتحصل. بس فده اللي انا حسيته يعني. بس تمام. حلو. تمام. انت حابه ان المناقشات بعد كده تبقى ان الشخص بيتكلم واحنا ما بنعلقش عليه، صح كده؟ ما اعرفش هل ما بنعلقش عليه، او على الاقل ما يبقاش فيه جادجمنت اللي وراه حد. ما اعرفش ده اللي انا كنت مثلا بيحصل في السبورتنج جروب، اللي مثلا بيحصل في واحد مش عارفه. او هل لما بنكون بنتكلم في حاجه ليها علاقه بحد هو مقتنع بحاجه، فاللي هو المفروض مثلا انت اللي تتكلمي، مثلا لو هتناقشي الموضوع بشكل معين او هتسيبي الموضوع بشكل معين. مش عارفه بصراحه ده انسب طريقه ولا لا. لا عادي، ما انا حاضره واحه وحاضره هيرا ناو، انا ما عنديش مشكله. هي الفكره بس ان الميثاق الاول في الجروب كان، او الميثاق اللي عملناه في اول يوم، ان احنا ما بنحكمش. ان اللي بيقول رايه بنقول له احنا معاك او احنا مش معاك، بس مش اكتر. بس اتس اوكي. انا فاهماكي انت تقصدي ايه. اللي حابه نعيده تاني واللي حابه نحط الميثاق تاني. انت شايفه ان احنا لما بنتكلم زي ما اللي بيتكلم بيقول رايه والاخرين بيوافقوا او بيرفضوا، صح كده؟ مش عارفة، أصل أنا مش شايفة إنه في حاجات، مش شايفة إن هي أوافق على قد ما كل واحد يتكلم عن نفسه. أو يشوف الموضوع اللي إحنا بنتناقش فيه هو ممكن يسمع في إيه، فهو ممكن يناقش الحاجة اللي تخصه. لكن أنا بصراحة مش حاسة إنه محتاجة حد يناقشني في اللي أنا مثلا ممكن أكون مقتنعة بيه أو شايفاه. غير لو مثلا انت معرفش، احنا مش في ثيرابي، او مش عارفه اقول ايه، بس مش عارفه يعني. حاسه انه لا، مش اي حد هو اللي هيناقش المعتقد اللي انا شايفاه، بغض النظر مع احترامي لكل واحد ورايه ان هو ممكن ما يكونش معتقد ده. انا محترمه ده جدا، بس انا شيماء، انا مش حد تاني. تمام. طيب، يبقى نتعلم من الموضوع ده، او نتعلم من اللي حصل النهارده، ان في ناس هتقفش
ومش هتبقى حابه يعني الدنيا هتقفل، مش هتبقى حابه، هتبقى حاسه ان انا لا انا مش عايزه اكمل كده، لا انا مش هبقى مبسوطه لو ده حصل. اني انا كل ما اجي اتكلم الاقي 50,000 حد بيرد عليا، و50,000 حد بيعارضني، و50,000 حد بيناقش الفكره قصادي. فانا لو عايزه حد يتكلم فهتبقى اسماء بس هي اللي بتتكلم، لكن مش كلنا هنبقى بنقول الحاجه. صح كده يا شيماء؟ فهمت صح؟ انا مش عايزاها شيماء بالتحديد، يعني انا عارفه ان ده مش انا بس حته قفشه على قد ما انا بصي، هو مش حته قفشه على قد ما انا شايفه انه مش قصدي قفشه، مش الاماكن اللي قصدي زي قفشه دي هي كلمه، انا اقصد القفله، مش قصدي قفشه، اقصد قفله يعني اتقفلت. ممكن يعني اللي وصلني او اللي انا حسيت ان انا مش قادره اعبر عن رايي بحريه، او اللي انا ممكن عايزه اتكلم عنه بالظبط، ولا حاسه ان انا مرتاحه. ده اللي وصلني بس. تمام. فده هنضيفه للميثاق اللي احنا قلنا عليه اول يوم، ان اللي بيتكلم كل واحد يتكلم عن تجربته بس، ولو في حد بيحكي حاجه مش بنرد، مش بنناقشه فيها. كل واحد يتكلم عن تجربته الشخصيه بس، عشان محدش يقفل او حد يحس ان انا كل ما هتكلم كلمه هلاقي 50,000 حد بيكلمني كده. تمام. ماشي، الواجب بتاعنا عشان احنا طولنا النهارده. استنى ثانية واحدة. طيب شايفين الصورة دي؟ ظاهرة ولا مش ظاهرة؟ مش ظاهرة، ماشي مش ظاهرة، أنا صدقتكم شايفين الصورة دي؟ شايفينها يا اسماء. اوكي، هذه الصورة مطلوب منكم، انا هنزلها لكم على الجروب، بس مطلوب منكم تقولوا لي الصورة دي وانتوا باصين لها، الطفلة دي بتفكر في ايه؟ الطفلة دي حاسة بايه؟ الطفلة دي انت عايزة تقولي لها ايه؟ تاني احنا هنبص للصورة ونشوف الطفلة دي حاسة بايه؟ بتفكر بايه؟ انت عايزة تقولي لها ايه؟ ده الواجب صح؟ ده الواجب، ده بنعمله كل يوم. كل يوم تبصي كل يوم تبصي الحلوة دي وتشوفي هي بتفكر في ايه، حاسة بايه؟ انت عايزة تقولي لها. كل يوم، حتى لو كل انا يوم هقول لها نفس الكلام بتاع اليوم اللي قبليه اكتبه برضو. بالظبط. تمام. طولت عليكم النهارده، حد عايز يسألني في حاجة؟ شكرا يا اسماء بجد. انا حابه بس اعتذر تاني والشيماء مخصوص. سوري يا شيماء بجد، هي ما كانتش مقصوده فيكي خالص ولا معتقداتك ولا والله الكلام مش معاكي، محتاجه وانا تعتذري والله يا مش ده تمانية. طبيعي اصلا. اسالي اسماء. بس هي سبحان الله، عارفه لما بتبقى في حاجات كده بتيجي بتخبط في الواحد، بتلاقي واحد بينفجر غصب عنه. بس يعني هي فعلا سوري بصي جدا، والله انا واتمنى فاهماكي ان ومش ان محتاجه شاء الله. تعتذري والله. يا حبيبي ثانية والله واحدة، ده حقك، انت ضايقتي من ثانية حاجه، واحدة، انا هي دي عملتها، جملة، حقك ان انا اعتذر لك. مش جملة حلوة. ثانية واحدة، انت قلت جملة واحدة حلوة بس مش هنعرف نفوتها. أحيانا كتير كلام هيتقال هيبقى بيخبط فينا، فاحنا هنرده على أساس إن احنا بنرد الآخر، بس هو الحقيقة احنا بنرد في نفسنا. خدوا بالكم من يعني انا هي مش مقصوده الكلام. لحد خالص،
وانا حقيقي انت اتضايقتي من حاجه انا عملتها، فحقك ان انا اعتذر لك. ده مش تفضل مني اطلاقا ولا حاجه، يعني كرم اخلاق ولا حاجه. ده شيء طبيعي جدا لما الواحد يغلط في حاجه يعتذر. فانا بجد ما تزعليش. مش مقصوده انت بالحوار، ومش ده طبعي اصلا، ومش دي عادتي ان انا ادخل في الحوارات بتاعت الكلام كله، ومش ده طبع اصلا اسماء ولا السيستم بتاع شغل اسماء خالص. هي كانت غلطه. الموضوع كان صعب يمكن عشان انا يعني عشت سنين ماشيه فيه وانا وحشه، انا مش حلوه، انا مش عارف ايه، ويعني فكنت برد على نفسي في السنين اللي عشتها قبل ما اكون برد عليكي. ليكي حريه الاختيار طبعا. يعني المعتقد تحبيه توافقي بيه ترفضيه، ده ليكي الحريه تماما. لكن انا جايه من المستقبل وبقول لك لا، بجد امشي ورا اسماء وركزي قوي في الحاجات اللي هي هتتكلم فيها، وحددي الاساسيات اللي انت عايزه تشتغلي عليها. هيفرق معاكي الشغل جدا مع اسماء. وبجد يا اسماء جزاك الله خيرا علينا، انت جميله وعسوله وربنا يكرمك يا رب. وانا منتظره منك في البرنامج ده كتير قوي بصراحه. حبيبه قلبي، انا عايزه اقول لكم بس يا جماعه ان شيماء اعرفها من 2017. اضربكم حبيبي من ايام الجيزه. احنا عارفين بعض من سنين. وحضرنا مع بعض مشوره، وحضرنا مع بعض واحه، وحضرنا مع بعض حاجات يعني. حبيبي من ايام الجيزه، عشان لو انتوا بتعرفوها عليا اول مره ولا حاجه. احنا حبايب من ايام الجيزه. طيب حد عايز يسال حاجه؟ شكرا حبيبة قلبي، شكرا بجد. طيب تاني يوم الاربعاء القادم ان شاء الله عندنا اللهم صل وسلم، عندنا المحاضرة الرابعة والأخيرة في هذا الشهر. عندنا المحاضرة هتتقسم جزئين، لأن احنا النهارده ما قلتش كل اللي أنا عايزة أقوله بصراحة. فالجزء الأول هيبقى اللي أنا عايزة أقوله عشان أبقى خلصت الجزء اللي أنا عايزة أقوله، اللي هو المعتقدات الواعية والمعتقدات اللاواعية. وهنكملها بالجروب كوتشنج اللي احنا قلنا عليه، لو احنا ما عملناهوش النهارده ان شاء الله هنعمله المره الجايه برضه من باب الطموحات والاماني. زي ما اتفقنا، اي تطويل في الكورس ده هديه مني، فاحنا هنطول براحتنا يعني. انا مش مستعجله وما عنديش استعداد استعجل، فانا مطوله. اي تطويل في الكورس هو هديه مني. ايه تاني عايزه اقوله؟ بس بارك الله في مرض. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد لا اله الا انت. احنا قاعدين بقى ساعتين. الله، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم، مع السلامه. باي باي.